الشاب أبو شعر غامق بيسألها إذا كانت الأميرة الشقرة بتفكر تخرج برا. رد فعلها كان صدمة واستغراب. قالها إن شوية حركة بعد الأكل هتكون كويسة لصحتها. فجأة بترد عليه وتقول إنها واحدة مذنبة وما تستاهلش الأكل ده أصلاً، وإنها مصممة تاخد وقت أكتر في التفكير بدل ما تخرج. كرر كلامها وهو مش مصدقها خالص. استغرب وسألها: هو فترة التفكير دي فعلاً كملت أسبوعين خلاص؟ وفكرها إنها قبل كده اتحججت بالجو الحر عشان مترضاش تطلع، وكمان فكرها إنها مرة تانية قالت إن كتب الكوميكس هي السبب في حبستها دي. ضحكت ضحكة متوترة وباين عليها الكذب، وبتحاول تشكك في طريقة تفكيرها. هو بيسألها بجدية إذا كانت بتتكلم بجد. في الآخر اعترفت إنها ببساطة بتحب تقعد في أوضتها ومش عايزة تخرج، وفي لحظتها ندمت إنها كانت صريحة قوي كده. فرجعت في كلامها وقالت إن حبستها دي عقاب لنفسها عشان بوضة كتاب غالي. بصلها وسكت. راجل بيهزر وبيقول: شكل أسلوبي كان قاسي معاكي. وهي بترد بضحكة متوترة عشان تغير الموضوع، وبتقول إن ضميرها حي جدا، وبصت في الأرض بتواضع مصطنع. قالت له إنه مجرد التنفس جنبك بحس إنه خطيئة، فشجعها بابتسامة. اعترضت وقالت له: أنت بتحاول تطردني. بعد ما قالها خليكي، لغى كيكة فراولة شكلها يجنن محطوطة وجاهزة. اتسحبت بهدوء وهي بتقول إنها راجعة أوضتها عشان تفكر في ذنوبها. فستانها المنفوش خبط في فالات، وقالت له: لازم أمشي عشان إحساسي بالذنب هيموتني. وهي بتهرب بالكيكة فكرت دي أحسن طريقة أهرب بيها من الكلام عن الصحة. نده عليها عشان يوقفها، لكن قبل ما يكمل كلامه كانت قفلت الباب. نطت على سريرها الكبير وأخذت نفس براحة بعد ما قدرت تهرب منه. كانت بتحتفل براحة سريرها اللي ما فيش زيها، بتتمنى إنها تقدر تحتفظ بالأكل اللي خبته من غير ما حد يطاردها، وهي عارفة كويس قوي إن الكيكة دي سعراتها الحرارية عالية جدا. قعدت تاكل الكيكة اللي سرقتها بمنتهى السعادة، وقالت لنفسها إنه طالما أنا ممددة مكاني يبقى استهلاك السعرات هيكون أقل حاجة. وطبعاً الستاير المعتمة دي جزء أساسي من القاعدة المثالية بتاعتها. الأكل اللي سعراته عالية بيديها طاقة بكفاءة لأسلوب حياتها الكسول ده. الأوضة دي مثالية لوحدها، بيتوتية زيها. استرخت على السرير بابتسامة هادية، وقررت إن الحبس المريح ده في القصر الإمبراطوري هو ده الوضع المثالي ليها. افتكرت إنه اسم الرواية اللي دخلتها كان الإمبراطورة المجبرة. القصة الأصلية كانت عن أميرة جميلة بيحاول يوقعها واللي عهد قاسي. البطلة المأساوية دي في الآخر اتخطفت واتحبست. بتشرح إنها دخلت في جسم شخصية ثانوية جدا بدل البطلة الرئيسية، وفجأة وقعت على الأرض وهي بتترجاه يديها حتى ولو حتى تعيش واحدة. فجأة أبريل بترمي الورق في وجهها وبتزعق، بتطلب منها تخلص شغلها زي الناس. أدركت إن دي أختها غير الشقيقة القاسية أبريل، وحزنت على دورها كشخصية ثانوية ومهمشة. استحملت 3 شهور من ظروف أشبه بالعبودية في القصر ده. صوت القلم وهو بيكتب كان مسموع، وهي سهرانة بتخلص شغل متأخر تاني. وفجأة خيال أسود ظهر فوق البنت الشقرة وهي بتشتغل. انتباهها اتخطف لما فجأة إيد لابسة جوانتي كتم تبوقها. الراجل أبو شعر أسود اللي لابس أسود بيهمس للأميرة لميا وبيقولها: اخرسي لو مش عايزة وشك يتشوه. وهي بتحاول تطلع أي صوت مكتوم. بعدها بلغ حلفائه إنه مسكها وهي فقدها وعيها عشان ينقلوها. وقعت على الأرض وهي بتصرخ وبتقولهم: أنا مش الأميرة لاميا. قعدت تفكر في سخافة الموقف، إنها تموت من كتر الشغل في حياتها الأولى عشان تتخطف وهي بتشتغل شغل إضافي برضو في رواية. كانت مربوطة وبترتعش. شد وغطى راسها لورا وقالت لنفسها إن الموتة دي مش عادلة أبدا. وفجأة صرخت بألم وهي بتقول: أنا مش لاميا. لما وقفت قدام راجل طويل شعره أسود قالت له إنها مجرد عبدة. الخاطف أدرك غلطته إنه كتم بوقها، وده اللي منعها تصلح سوء الفهم من الأول. قعدت تترجاه عشان يسبوها تعيش، وكام راجل حواليها بيتفرجوا عليها وهي بتعيط على الأرض. الراجل أبو شعر أسود اللي لابس بدلة فخمة سأل إيه اللي بيحصل. اتصدمت من وسام الراجل، بس لاحظت إنه مش البطل الأشقر بتاع الرواية. الخاطف شرح له إنه جابها عشان شافها بتستخدم ختم الأميرة. الراجل اللي لابس نظارة بعدسة واحدة شك إنها بتكذب بخصوص هويتها عشان تعيش. صرخت وقالت إنها كانت بتنفذ أوامر الأميرة بس وخايفة على حياتها، وقالت إن كونها عبدة وبتطيع الأوامر المفروض متحسبش جريمة. الرجال كانوا بيبصوا لها وهم مستغربين جدا. فقاعة تفكير صغيرة بتوضح شك واحد فيهم: الرجال كانوا بيهموا لبعض،
الكاميرا بتقرب على عين الراجل أبو شعر أسود الخضرة الثاقبة. قرر إنه هيتأكد من قصتها بنفسه. أمر إن الخادمة دي تتحبس وحذرها إنها لو عايزة تعيش تسكت خالص. الراجل اللي لابس البدلة مشي وسابها. ارتاحت إنها قدرت تتجنب الموت وتمنت إن ده معناه إنها هتعيش. خيوط العنكبوت كانت في كل حتة في المكان المهجور. صوت القماش اتحرك. البنت الشقرة كانت قاعدة مرتاحة على سرير. أدركت إنها أخيرا هتقدر تنام ويجيلها أكل من غير أي مجهود. كانت بتستمتع بطارة فواكه لذيذ، وافتكرت إزاي الأميرة لاميا اللي شعرها بينك كانت بتاخد كل الفضل في شغلها اللي بتعمله في الخفاء. في فلاش باك الأميرة بترمي الورق وبتشتمها وبتقولها يا بنت غير شرعية. افتكرت حياتها القديمة لما مديرها كان بيهزقها برضو بسبب الشغل الزيادة. مسكت كومة الورق بإيدها. استخدمت معرفتها بالرواية عشان تحضر للأحداث الجاية. حست إن الشغل سهل لأنها عارفة المستقبل. الأميرة اللي شعرها بينك اتعصبت جدا لأنها معرفتش ترد على أسئلة الكبار. البنت الشقرة شرحت أهمية التحضير لمصلحة الشعب. الأميرة صرخت في وجهها بغضب أعمى. استغربت ليه كل المديرين بتوعها دايما متعصبين عليها كده. كانت مسترخية في السرير ولاحظت إن وضعها هو في الحياتين. نامت في سلام وسط الزهور وتمنت إنها تعيش كده للأبد. وفي المشهد راجل ماسك ملف. الراجل أبو شعر أسود عارف إنها أبريل سولت الأميرة الثانية مش عبدة. اعترفت بهويتها بس سألته لو هيصدقها لو قالت إنه حياتها كانت زي العبيد. الراجل أداها ظهره وهي بصت بتوتر. الراجل ابتسم وسألها ليه متحاوليش تخليني أصدقك؟ البنت الشقرة بصت له وهي ساكتة وبتفكر. الراجل ربع إيديه وسألها. قعدت تفكر في تحركات مملكة سولت الغريبة وإزاي ردود الأميرة لاميا الغبية كانت تبان كأنها بتتجسس على إمبراطورية كاتون. الدوق الكبير اعترف إن تصرفات الأميرة اللي فاتت كانت مستفزة لأبعد الحدود. لاحظ إن في تغيير حصل في الأيام الأخيرة وهو بيمد إيده في بدلته الرسمية. البنت الشقرة أدركت حاجة فجأة وبسطله بصدمة. طلع شهادة تجارية من مملكة سولت. هي استغربت إيه اللي جاب دي معاه. فجأة خطفت الورقة من إيده وهي مصدومة. فهمت إن الوثيقة دي كانت تحضير لوقف تصدير إمبراطورية كوليتون. أدركت غباء لاميا وإن بيع الوثائق دي هيخلي شعب المملكة يعاني. سألت ليه الإمبراطورية بتشتري القمح تاني بعمولة مع إن عندهم بالفعل فائض ضخم. اتخذت لما الراجل سألها لو في مشكلة. وقفت وقالت دي عملية نصب وهو سألها عن السبب. شرحت إن الختم اللي على الورقة يخص مجموعة تجار غير معتمدة الإمبراطورية عمرها ما استخدمتها. وصفت الصفقة دي إنها عملية نصب واضحة هدفها سرقة البضاعة والعمولات. اتفاجئت لما قالها إن محدش يقدر يعرف ده بالسهولة غير اللي بيعمل الشغل ده بإيده. الراجل اللي لابس نظارة همس وقاله إن في جاسوس بلغ إن لاميا كانت مهملة في واجباتها على عكس ما كانوا فاكرين. الدوق أدرك إن الشخص اللي كان بيضايقه بجد هي مش لاميا وهي بترتعش في ركن الأوضة. رفع دقنها عشان يستجوبها أكتر. سألها إزاي قدرت تكشف خطة الإمبراطورية السرية وسألها إذا كانت زرعت جاسوس من غير ما يسيب أثر تحت أنفه مباشرة. وهي بتحاول تلاقي كلام تقول له. كانت مرعوبة من جواها لأنها عارفة إن المعلومات دي من الرواية الأصلية اللي قرتها. وكانت بتقول لنفسها إنها كانت بس عايزة تنقذ المواطنين من غير ما تغير القصة الرئيسية. بصوت واطي يأس قالت إنها متعرفش أي حاجة خالص. اترجته يسيبها في حالها وقالت إنها كانت بتنفذ الأوامر وبتشتغل بجد. سألها إذا كانت هتختار الموت على إنها تكشف أسرار وطنها. افتكر إنها وطنية بزيادة وسابها ومشي وهي بتترجاه عشان تسيبها تعيش. وسألها بكل برود لو تعرف إيه عقاب الإمبراطورية للكذابين والمجرمين. طلع سكينة صغيرة في وشها وشرح لها إن العقاب بيبدأ بتعذيب قاسي وهددها إنه حيشق بقها نصين. وهي بتدرك إنه مستحيل يصدق إنها جاية من عالم تاني. خافت على حياتها وقررت إنها مش هتسمح لحياتها الجديدة تنهار بالشكل ده. وقفت وقفة مسرحية وقالت له إن عندها حاجة أخيرة لازم تقولها. هو فضل واقف يسمعها وهي بتأكد له إنها من النوع اللي بيدي كل طاقته لشغله. وعدته إنها هتشتغل ببلاش طول حياتها لو بس سابها تعيش. هتطحن عظمها في خدمته. لكن الدوق كان بيبصلها ببرود تام ولا كأنه سمع حاجة وأمرهم ياخدوها وهي شهقت من الصدمة. الراجل أبو نظارة قالها إنه الكذب على الدوق الأكبر تمنه غالي قوي وابتسم ابتسامة شريرة ووعدها إنها هتتبعت لمكان ظروفه أصعب من الخيال. صرخت وهي بتتخيل إنهم هيبعتوها لغرفة تعذيب مرعبة في القصر
كانت متوقعة تترمي في زنزانة ضلمة مليانة سلاسل وأدوات تعذيب، لكن لمفاجأتها لقت نفسها في أوضة مريحة جدا. بصت حواليها في المكان الفخم وهي في صدمة وصمت تام. لقت إن الشيش اللي بيحجب الشمس أحسن من ستايل البلاك أوت اللي كانت بتحلم بيها. فضلت تفكر يا ترى أكلها هيبقى بسيط وعادي؟ بس افتكرت حياتها اللي فاتت كجيمر كانت عايشة على السناكس وقررت إن دي مش مشكلة. وبصوت خبطة قوية رمت نفسها على السرير وقررت إن الأوضة الصغيرة دي مثالية لأسلوب حياتها. حضنت المخدة وقالت إن الوضع ده يعتبر رفاهية لوحدة بيتوتية زيها، واحتفلت بسجنها ومبسوطة إن مفيش حد هيزعجها لفترة طويلة. صوت تكسير عالي هز قصر لاميا وهي بتمر بنوبة غضب. لاميا كانت حتتجنن من الورق اللي قدامها ومش قادرة تركز حتى 10 دقايق من غير مساعدة. ملك سولت كان بيتحسر إنه أولاده ماتوا قبل حتى ما يتفطموا، وده خلاه مجبور يحط كل آماله على الأميرة لميمة. الملك قال للأمية إن جه الوقت اللي تقوم فيه بدورها، وشرح لها إنه إشاعات محاولة خطفها خلت القصر كله على أعصابه، وإنهم لو شافوها بتشتغل عادي ده حيطمنهم. كمل كلامه وقال إن الشغل مش هيبقى صعب لأن كان عندها وقت كافي تتعلم وهي بتراقب أبريل. لميمة مسكت دراعها وهي متضايقة في صمت، وفجأة صوت خبطة قوية لما رزعت إيدها على كومة كتب وصرخت إنها مهما حاولت عمرها ما حتبقى بذكاء البنت دي. صوت سنانها وهي بتكز عليها كان مسموع، ولميا رمت كل اللوم على أبريل في البهدلة اللي هي فيها، وهي بتغلي من جواها وبتقول إن كل ده غلط البنت دي عشان اتخطفت. حاولت تاخد نفسها وتهدى. صوت خروشة ورق وهي بتقرر إن قراية جواب من حبيبها رايدن هيساعدها تركز في المهمة الصعبة دي. ابتسامة دافية اترسمت على وش لاميا وهي بتقرأ الجواب. كانت متأثرة جدا بكلام رايدن وإنه شايفها أحكم وأجمل واحدة في القارة. فكرت مع نفسها إنه حتى قراية الجواب ده صعبة عليها، بس يمكن رايدن الطيب يلاقي طريقة يفهم واحدة زيها. صممت إنها لازم تخلص الرد النهاردة، وركزت بكل قوتها وهي بتقول لنفسها فاضل سطرين وبس. نرجع تاني لإمبراطورية كاتون. الدوق الأكبر بلير أبو شعر أسود كان بيفكر يا ترى البنت اللي خطفها لسه زي ما هي ولا تغيرت. مساعده بلغه إن ما فيش أي علامات على محاولة هروب أو مقاومة، وقال إنه رغم إنها كانت العقل المدبر وراء لاميا شكلها اتأقلمت مع الوضع السيء ده بشكل غريب قوي. المساعد كمل وهو بيتنهد بإحباط إنها مستحملة الحبس من غير حتى ما تكشر وكأنها مبسوطة، مع إنه متأكد إنها مش هتستحمل كتير لأنه معظم النبلاء بيتحايلوا عشان يخرجوا بعد 3 أيام بالكتير. الدوق الأكبر فكر يبلغ إن الخطف فشل، بس بدل كده يقول إنهم نجحوا في كشف الحقيقة. افتكر إن الأميرة لميمة أم شعر وردي كان عندها الملامح الملكية الكلاسيكية لعيلة سولت، بشرة صافية وعيون زرقاء باهتة، وكانت تعتبر آية في الجمال. افتكر إن هوس ولي العهد رايدن بلاميمة كان أساس صورتها المثالية في الجمال والموهبة. استنتج إنه لو كلام البنت الأسيرة دي حقيقي يبقى اللي بتعجب ولي العهد فعلا هي واحدة تانية خالص، وأمر مساعده إنه يبلغ إن الخطف فشل مبدئياً. المساعد شهق بصدمة لما الدوق أمره إنه يشيل أي ذكر للأميرة أبريل من التقرير، وبصوت خطوات ثقيلة الدوق مشي وهو بيقول ما فيش أي داعي إنه ولي العهد يعرف بوجودها أصلاً. صوت ورد بيتزاح على جنب، صوت خروشة والدوق واقف جنب الشباك بيبص لبرا بنظرة غامضة. فجأة ابتسامة خبيثة اترسمت على شفايفه وهو سرحان في البعيد. صوت قلم بيخلص كتابة وصاحبه بيفكر هو إيه اللي بيحصل في الدنيا ده. شهقة قوية من البنت الشقرة أبريل وهي بتبص للشغل اللي قدامها ومش مصدقة. سألت نفسها هي ليه رجعت تشتغل تاني؟ وصرخت بيأس لما أدركت إنها كانت فاكرة إن الخطف والحبس معناه إنها هترتاح أخيرا، وخافت ليكون حياتها المريحة دي كانت مجرد حلم. خيال أسود ظهر قدامها وصوت بيقول بسخرية بجد كنت فاكرة إن عشان اتولدتي من جديد في رواية ده هيصلح حياتك البائسة كشخصية ثانوية. شهقت تاني لما شافت خيال لميمة بتقولها متقلقيش لأن مصيرك هو. خيال لميمة كمل كلامه وقال إنه أبريل قدرها إنها تشتغل لحد ما تموت في الحياة دي كمان. ابتسامة شريرة ظهرت على وش الخيال وهي بتوعد أبريل إنها حتفضل محبوسة في مكتب لحد ما جسمها ينهار مدفونة تحت ورق ما بيخلصش. شهقة مفاجئة أبريل قامت مبزوعة من على السرير وأدركت إن كل ده كان كابوس مرعب عن إنها هتموت على الفاضي مرة تانية، وهي بتنهج وحاطة إيدها على قلبها ارتاحت لما لقت إن موتها كان مجرد حلم. اتنهدت وقالت لنفسها أنا أستاهل عشان كنت بقرأ أي كتب وخلاص من الزهق،
وهي بتفكر في النهاية البشعة اللي تخيلتها. إيدها لمست كتاب وتمنت لو كان عندها كوميك بسيط تقراه بدل القصص الكئيبة دي. فكرت وقالت لو في حاجة واحدة أشتكي منها فهي إني محاولتش حتى أهرب وقضيتها أكل ومرعى وقلة صنعة طول اليوم. وبهمهمة هادية رفعت راسها ولاحظت إن في حد بيراقبها. قعدت تفكر يا ترى زيارات المساعد الكتيرة دي خدعة عشان تطمن وتحاول تهرب، وقالت لنفسها دي خطة مكشوفة قوي لدرجة تضحك. شهقة قوية والمساعد ظهر زي ضل قطة مرعوبة وهو بيصرخ إنه أقسم بالولاء للذوق الأكبر وبترجاها تبطل تغريه، وهي بصاله ومش عارفة تضحك على رد فعله الأوفر ده ولا تعمل إيه. سألته لو في أي جديد والمساعد قالها بما إنها مبسوطة قوي في قصر الذوق يبغى لازم تدفع تمن ده، وشرح لها إن من العدل إن اللي بيستمتع بإقامة فخمة زي دي يدفع تمنها المناسب. شهقت بصدمة وعملات ذهب بتنزل زي المطر وراه وهو بيأكد إن ده قرار الذوق. أبريل كانت واقفة متنحة ومش فاهمة أي حاجة. أبريل بسطة له وهي مش مصدقة، وسألته نفسها من إمتى الخطف والحبس بقى بالثمن، وسألته بتشكك تمن؟ إيه ده اللي بتتكلموا عنه؟ صوت خروشة ورق وشلال من الملفات بدأ يقع حواليها وهي متفاجئة تماما. وبخبطة خفيفة المساعد قدم لها الورق وقالها إن ده مشروع بناء سد متأخر عن ميعاده، وبنبرة حازمة قالها إن مهمتها تراجع سبب التأخير وتقدم حل للمشكلة. أبريل مسكت الورق وهي مستغربة جدا وسألته نفسها ليه مهمة بالخطورة دي بتترمي على واحدة أسيرة زيها. وفجأة شهقت لما افتكرت وعدها اليائس بإنها حتشتغل لحد ما عظمها يتطحن طول عمرها لو بس سابوها تعيش. المساعد سألها لو عندها أي حاجة تانية تقولها وهي واقفة متجمدة في مكانها، فردت بصوت ضعيف لا مفيش، بكل برود ضاف إن الميعاد النهائي بعد أسبوعين، وسابها هي تتخيل إيه اللي حيحصل لو فشلت. لمعة حادة ظهرت على نظارته وهو بيقولها إنه هيسيب لخيالها يكمل بقية العقاب. ظلمة خانقة بدأت تحاوطها وهي بتتحسر على حالها وتقول أنا بجد كنت فاكرة إن ده هيكون سجن مريح وهادي، وهي ماسكة كومة الورق. البنت الشقرة قاعدة تندب حظها كعاملة مخطوفة في عالم خيالي. المساعد بتاعه بيقول له لو أنا السبب في كل المشاكل دي يبقى أنا اللي هجيب الحل. فالدوق بصله ببرود وسأله طب ولو فشلتي؟ فجأة الدوق بيخبط بإيده على الورق بقوة وبيقولها بنبرة تهديد لو طلعتي بتكتبي عليا هتشوفي العواقب بنفسك. الباب بيخبط خبطتين ورا بعض والمساعد بياخد بسرعة جواب مختوم بالشمع الأحمر من راجل تاني. الدوق بيبص لها وهي بتفتح الجواب وبيقول بسخرية معقول لحقتي تلاقي حل بالسرعة دي؟ أكيد ده جواب استسلام. بتتفاجئ لما تلاقي إن الجواب طلب إرسال رسالة لواحدة اسمها جينيفا جولدبرو، مش اعتراف بالفشل. في نفس الوقت في موقع بناء السد العمال كانوا هيموتوا من الحر والأكل الوحش والغربة. فجأة العمال شهقوا من الخوف لما لمحوا مجموعة ناس مسلحين جايين في اتجاههم. المساعدة بتوصل الموقع وبتاخد نفسها بارتياح وبتقف قدام العمال الحيرانين وبتقدم لهم مرتزقة النسر الأسود اللي جايين يكملوا مشروع السد. العمال بيصرخوا من الفرحة لما المساعدة بتقولهم إن بأمر من الذوق العظيم كلهم مسموح لهم يرجعوا بيوتهم بعد ما يسلموا الشغل للناس الجديدة. العمال بيرموا نعتهم في الهواء من الفرحة وبيهتفوا للذوق وبيحتفلوا بإنهم مروحين. وفي نفس الوقت الخطة الجديدة بتترسم الستات اللي محتاجة شغل في المنطقة حيتم توظيفهم كطباخين. المساعدة بتمشي في القصر وتشرح خطتهم في إنهم حيشغلوا الأرامل والأمهات اللي ظروفهم صعبة في المطبخ بدل عمال القصر. بتوضح إن الخطة دي كمان بتحقق شرط مهم في عقد المرتزقة بخصوص توفير وجبات ليهم. البطلة الشقرة واقفة وسط الورد وابتسامتها منورة وشها. المساعد بيسألها باستغراب إزاي قدرتي تجيبي المرتزقة دول؟ وهي بتبص له كأنها مش فاهمة سؤاله. المساعد بيوضح أكتر الناس دي عمرها ما اشتغلت غير لمملكة سولت. فالبطلة بترد بابتسامة كل ده بفضل الذوق. الذوق نفسه بيبان عليه الاستغراب بس هي بتفكره بخطته القديمة لما ضحك على مملكة سولت وخلاهم يبيعوا القمح بسعر التراب وده دمر اقتصادهم. الختم الأحمر اللي على الجواب بيكشف كل حاجة. هي بتوضح إنه أزمة سولت المالية خلتهم مش قادرين يدفعوا للمرتزقة فكانوا يائسين ومحتاجين أي شغل. البطلة بتقول إنها قدمت عرض محدش يقدر يرفضه لجينيفا جولدبرو بنت صاحب المرتزقة والمسؤولة عن المفاوضات. بتكشف إنها ضبطت العقد وشالت أي بنود ممكن تضايقهم وحطت ختم الذوق عشان يضمنوا حقهم فكان مستحيل يترفض. ولما سألها إزاي كانت واثقة قوي كده ابتسمت ابتسامة عارفة هي بتعمل إيه. فلاش باك سريع
بيورينا إنها قضت ليلة كاملة بتكتب مئات الجوابات للست دي عشان تفهم طريقة تفكيرها بالضبط. البطلة بتعلن إنها خلصت المهمة في يومين بالتمام والكمال، والمساعد واقف باصص لها بصدمة، وهي بعيون بتلمع بتسأله ممكن أرجع أوضتي بقى؟ المساعد بيعترف إنه منبهر بخبرتها وفكرتها العبقرية في توظيف الناس الغلابة، وبيفكر بينه وبين نفسه إن عندها حس تنظيمي رهيب وشغلها احترافي جداً. الدوق واقف جنب الشباك في الضوء الخافت والمساعد وراه. الدوق بيعترف إنه طريقة تسليمها للشغل كانت محترفة لدرجة إنه نفسه اتعلم منها حاجة. الدوق بيقول إنه فضوله بيزيد، فالمساعد بيسأله قصده إيه؟ فالدوق بيتساءل ليه واحدة بالقدرات والذكاء ده كله لسه محاولتش تهرب؟ المساعد بيخمن وبيقول يمكن قاعدة عشان عايزة حاجة معينة من الإمبراطورية. الدوق بيبص من الشباك بجدية وبيفكر لو كانت بتسعى وراء أسرار بلده. في نفس الوقت البطلة شكلها تايه ومش فاهمة هما بيتكلموا عن إيه أصلاً. بيظهر إشعار إنه الدوق قرر يديها فرصة تطلب أي طلب كمكافأة على مساعدتها. ابتسامة خفيفة بتترسم على شفايف الدوق وهو مستني يسمع طلبها. لمعة سخرية تظهر في عين الدوق الخضرة وهو بيقولها أكيد عايزة تاخدي جولة في القصر تشوفي الأماكن الفخمة اللي فيه. البطلة بتفكر بينها وبين نفسها جولة إيه بس؟ هي مرتاحة في أوضتها، فبتقول له ممكن أطلب حاجة تانية خالص؟ والدوق بيشجعها تقول اللي في بالها. شهقة مفاجأة بتطلع منها لما بتدرك إن دي فرصتها الذهبية عشان تاخد الحاجة اللي بجد نفسها فيها، وبتفكر إن عشان توصل لقمة حياة البيتوتين ناقصها حاجة واحدة بس أساسية. فجأة بتصرخ بكل حماس عايزة أوضة مليانة كتب كوميكس كيس. الدوق بيتصدم من الطلب وهي بتأكد عليه تاني بحماس أكبر. تبدأ تشاور بإيديها بحماس وهي بتشرح إن الكتب الموجودة مملة جدا وإن الكوميكس وحشتها قوي. فجأة شهقة تانية البطلة بتدرك كارثة، إن في عالم الرواية ده ممكن فكرة الكوميكس نفسها تكون مش موجودة أصلاً. اليأس بيسيطر عليها لما بتتخيل إنهم مش هيفهموا هي بتتكلم عن إيه. الدوق دقات بينادي عليها وهو مستغرب، وهي بتفكر في حيرة يا ترى هعرف أشرح له يعني إيه كوميكس، وهل ممكن ألاقيهم في العالم ده من الأساس. مش بتتعطل شكل بالقوم. الفرحة بترجع تملأ قلبها تاني وبتحلم إن حياتها كبتوتية أخيراً هتتطور. المشهد بيتغير لقاعة فخمة وشمس داخلة من كل حتة وفيها مجموعة رجال شكلهم مهم جدا. البطلة بتبص للناس الجديدة باستغراب وبتسأل المساعد بهمس مين دول؟ المساعد بيعرفها عدوك المجموعة المحترمة دي لورد براون، رسام القصر الملكي السابق وأساتذة الأكاديمية لورد سيدريك ولورد روبرت. هو بيعدل نظارته وبيشرح سبب زيارتهم. البطلة بتاخد أكبر صدمة في حياتها لما بتعرف إن النخبة دي كلها متجمعة عشان يعملوا لها كوميك بوك، والدوق قاعد بكل هيبة وفخامة مستني يشوف رد فعلها. الدوق قاعد بمنتهى الهدوء والثقة حاطط رجل على رجل في مكتبه الهادي. الدوق بيقولها إنه جمع لها مخصوص أحسن فنانين في الإمبراطورية كلها. البطلة مصدومة ومش مصدقة إنه كل المحترفين دول اتجابوا عشان تسليتها الشخصية. الدوق بيرفع وجهها بالراحة وبيلاحظ إنها لسه شكلها مش راضية عن الترتيبات، وهو ماسك دقنها برقة. بيسألها بصوت هادي في حاجة تانية نفسك فيها؟ بشجعها تقول اللي في نفسها، بس هي اتكسفت وقالت بسرعة لا كله تمام وزي الفل. الدوق بيقولها اشرحي للفنانين المشروع بتاعك. البطلة متنحة ومش فاهمة حاجة، فبيوضح لها إن هي المسؤولة عن الإشراف على إنتاج الكوميكس، وصدمتها بتزيد. بنشوف لوحة مرسومة بتفاصيل دقيقة جدا لتفاح أحمر، دليل على مهارة الرسامين الملكيين الخارقة. البطلة بترفض اللوحة بجنون وبتشرح إن التحفة الفنية الواقعية دي مش هي الكوميكس، وبتقترح بتوتر على لورد براون إنه يمكن المفروض يقلل التفاصيل شوية. على جنب لورد سيدريك ولورد روبن بيتخانقوا مع بعض، هل الأسلوب الجريء في الرسم مجرد تقليد ولا يعتبر تطور فني؟ البطلة بتشهق بيأس وبتحاول تفهمهم إنه مجرد خطوط بسيطة كفاية، وإنه القصة هي الأهم. الفنانين فجأة بتجيلهم فكرة إنهم يدمجوا الرسم مع السرد وبيعتبروه شكل جديد وعميق من الفن. ضحكة متوترة خرجت منها غصب عنها لما استوعبت إن الرسامين فهموا كل كلامها بالمقلوب. وفجأة صوت خبطة قوية اللورد براون بكل فخر بيقدم لها كتاب عن إنجازات الدوق بلير الأول الأسطورية. الكتاب بيقول إن الدوق اتولد من بيضة وكان بيطلع نار من بقه عشان يقضي على الوحوش وهو عنده 5 سنين. وهي بتقلب في صفحات الكتاب اللي بيوصف إزاي
الدوق كان بيعمل قنابل من كوز الصنوبر، أدركت إن دي مجرد سيرة ذاتية مليانة مبالغات. اللورد براون سألها عن رأيها بحماس وقالها إن الدوق اختارها هي بالذات عشان تقول التقييم النهائي. بخبطة خفيفة على الكتاب ردت بذوق وقالت إنه جودة الورق عالية وإن تطور القصة مبهر أكيد. الرسامين وضحوا إنهم حطوا روحهم في الشغل ده لأنهم شايفين إن البطل لازم تكون عنده قوة جبارة ومحدش يقدر يقف قصاده. وهي بتبص على الرسومات الخارقة للطبيعة بشكل يضحك. بدأت تشك إن الدوق بيعاقبها عشان طلبت منه كوميك من الأساس. بطلتنا بتقوم عشان تتكلم والرسام بيسألها باستغراب هي تقصد إيه. كل حزم قالت لهم إن الهدف الأساسي لأي كوميك لازم يكون المتعة مش أكتر. وسألتهم هل أنتوا بجد شايفين إن قصة إنجازات الدوق الأول دي مسلية للقارئ؟ الرسامين تصدموا وردوا إن الأهم هو تمجيد الإنجازات وإن الفن اللي معمول للتسلية بس ده فن هابط. الفنانين قالوا إنهم مش هيضيعوا موهبتهم الجبارة على حاجة تافهة زي دي وسابوها غرقانة في أفكارها. وسط بحر من الزهور بطلتنا بترد بكل شغف إنه جوهر الفن الحقيقي هو إنه يجيب الفرحة والسعادة لقلوب الناس. صمت رهيب سيطر على الأوضة وهي قلقانة ليكون كلامها المثالي ده كان شكله سخيف قدام المحترفين دول. لورد براون ما قدرش يمسك دموعه، اتأثر جدا بكلامها العميق عن معنى الفن. والرسام بدأ يفكر إزاي هو تاه عن طريقه وبقى بيستخدم فنه عشان يمجد نفسه مش عشان يسعد جمهوره. الرسام أخيراً حس إنه فاق وأدرك إن الفن اللي بيمتع المشاهد هو ده الروح الحقيقية لأي كوميك. بحماس جديد الفنانين اعترفوا إن كلامها ألهمهم جدا وطلبوا منها تقولهم بالضبط يعملوا إيه. وبصوت تقليب ورق بطلتنا بدأت تدور في الكتاب على نقطة تبدأ منها بابتسامة مشرقة وعدتهم إنها هتقدم لهم قصة شيقة بجد عشان يحولوها لواقع. وبخبطة سريعة بصابعها على صفحة معينة لفتت انتباه كل الفنانين. اللورد براون بص على الصفحة وسأل مين من الفنانين مسؤول عن الإسكتشات الأولية دي. وهنا ظهرت متدربة شكلها كئيب اسمها آشلي وعرفتوا نفسها وقالت إنها جت زي ما طلبوا. بطلتنا رحبت بآشلي بحرارة وأكدت لها إنها فعلا كانت بتدور على الشخص اللي رسم الإسكتشات دي بالذات. آشلي قالت بخجل إنها عمرها ما كملت عمل فني كامل طول 18 سنة وإن مهاراتها ضعيفة جدا. وفجأة انشهقت بخوف وهي بتسأل بهلع هو أنا عملت غلطة في الأجزاء اللي اشتغلت عليها؟ وهي بتعيط. آشلي شرحت إن الكل كان بيتريق على رسوماتها الغريبة وقالوا لها إنها اللي هتتحمل اللوم لو المشروع فشل. البنت اللي شعرها أزرق غامق اعتذرت على مشاركتها لكن بطلتنا رفضت تماما شكها في نفسها ده. بابتسامة كلها ثقة بطلتنا أعلنت إن سكتشات آشلي كانت الجزء الوحيد المميز بجد في الكوميك كله. آشلي عينيها دمعت من التأثر وبطلتنا مسكت إيديها وهي بتأكد لها على جودة شغلها وشاورت على رسم مبسطة لملاك ووضحت إنه تصميم الصفحة وتسلسل الأحداث كانوا ممتازين بجد. ومع صوت لامع خفيف بطلتنا ندهت على اسمها آشلي وهي لسه ماسكة إيديها عشان تطمنها. بنظرة كلها إصرار بطلتنا قالت لآشلي إنها عايزة تسلمها أهم دور في الإنتاج كله. وبينما آشلي واقفة لوحدها في ممر منور سمعت صوته بينده عليها فجأة من وراها. مع صوت خبطة حادة باريمور الشاب اللي شعره بني قرب منها وقالها إنه عرف إن الأميرة طلبتها. بسخرية سألها هي قالت لك تسيبي المشروع بسبب مهاراتك الضعيفة مش كده؟ آشلي بصت في الأرض ووشها محمر وهمست إن الأميرة طلبت منها تكون مسؤولة عن إخراج الكوميك. باريمور انفجر في الضحك بسخرية وهو مش مصدق فكرة إن متدربة فاشلة بقالها 18 سنة هتمسك الإخراج. وبخبطة سريعة قالها إنه كلمة إخراج دي طريقة مهذبة عشان يقولوا لها إنها ممنوعة من الرسم. باريمور أكد إنه هو اللي هيمسك دور الرسام الأساسي لأنه طول عمره كان الأبرز بين المتدربين. طاقة باردة وثقيلة ملت الممر لما باريمور فكر آشلي إن الناس اللي زيها مش بيكملوا للآخر. وبنظرة احتقار اتنبأ إن من غير حماية الأميرة آشلي هتموت من الجوع في الشارع قريب قوي. باريمور وزمايله ضحكوا بسخرية وهم ماشيين وقالوا إنه آخرها تعمل معرض صغير كمان 20 سنة. مع صوت لامع وهادي إيدين بطلتنا كانت بتطبطب على آشلي اللي كانت محبطة خالص. بطلتنا أكدت إن آشلي هي الوحيدة اللي عندها القدرة تعمل نوع الكوميك اللي هي بتحلم بيه. بنظرة مشجعة بطلتنا قالت لآشلي إنها شايفة فيها موهبة حتى آشلي نفسها ما كنتش مصدقاها. آشلي وقفت بإحساس جديد وهدف واضح
وبابتسامة هادية وهي ماسكة لوحاتها في الممر المليان ورد. نرجع تاني للمكتب الفخم. بطلتنا بتسأل الدوق اللي شعره غامق هو ليه طلب يقابلها تاني. الدوق قالها إنه عارف إنه جدولها مشغول وسألها لو محتاجة أي حاجة تانية لمشروعها. بطلتنا شكلها توتر وبدأت تتردد وهي بتاخد بوك من الشاي بتاعها بتعبير مشرق ومبهج. سألته لو ممكن تاخد سناك زيادة أو 2، حاجة حلوة أو مالحة. وبصوت نقرة مفاجأة الدوق وقف مصدوم من طلبها المتواضع بتاع الأكل. الدوق كان مستغرب جدا إن كل اللي هي عايزاه هو كوميك وسناكس، وهي تركته مبصلهاش كده. بطلتنا كانت بتفكر في التوتر اللي بيجيلها كل ما يستدعيها، في حين إن الدوق سألها لو في حاجة غلط بجد. وبصوت حفيف الدوق شاور وقال إنه عنده حاجة معينة حيديها للأميرة. صوت خطوات رجلين رن في الأوضة الهادية، واحد كان بيقرب منهم. بطلتنا رفعت راسها بتعبير كله صدمة واستغراب من اللي وصل. الضوء فضل هادي وهو بيأكد نيته إنه هيدي هدية للأميرة، وصوت المشي وقف تماماً لما الزائر وقف قدامه. ظهرت خادمة شعرها أحمر بابتسامة مشرقة وهي بتحيي الأميرة بحماس. بطلتنا سألتها وهي متلخبطة عن هويتها، فالخادمة عرفت نفسها إن اسمها بونيتا وإنها حتكون المساعدة الجديدة بتاعتها. بونيتا فضلت ترغي من غير توقف، تمدح في عيون بطلتنا وتقولها تناديها باسمها بدل الألقاب الرسمية. بطلتنا اتخذت من الطاقة الاجتماعية الرهيبة دي وأدركت إن الهدية كانت عبارة عن بني آدم. الدوق ابتسم ابتسامة خفيفة وقالها إنها من دلوقتي لو احتاجت أي حاجة تقول لبونيتا. في سرها بطلتنا كانت متضايقة إنها جالها شخص بدل السناكس، بس شكرت الدوق بأدب وخلاص. وهم ماشيين بونيتا كانت عمالة ترغي عن فضول الخدم وقد إيه بيمدحوا في طيبة ولطف بطلتنا. بونيتا قالت إن في خادمة زميلتها اسمها مارينا كانت غيرانة منها عشان هي اللي هتخدم بطلتنا. وبينما بونيتا بتشرح إنه لقب بطلتنا هو الأميرة المشبوهة، بطلتنا خافت ليكون قصد الضوء إنه يصمها من كتر الكلام. صورة ضوء كرتونية ظهرت في خيالها وهي بتدرك إنه بونيتا دي محطوطة عشان تراقب كل تحركاتها. بطلتنا بصت للفراغ وهي مستوعبة إنها وقعت في فخ تاني من ترتيبات الضوء الذكية. بونيتا سألتها بحماس شديد إيه خطتهم للنهاردة وإزاي ممكن تساعدها. بطلتنا ضحكت بتوتر واعترفت إنها فعلا عندها حاجة معينة في دماغها. بونيتا بحماس قبضت إيديها وشجعتها تشارك أفكارها فورا. آشلي كانت بتترعش من التوتر وهي بتحاول تبلغ الفنانين إنها بقت المخرجة المسؤولة عن الشغل، وهي ماسكة الورق في إيديها وقلق الدنيا كله على وشها. شرحت لهم إنها حاولت تعمل ستوري بورد. باريمور وفنان تاني قاعدين على كنبة زرقاء وبيتهامسوا، هم بيشكوا في مستوى الشغل اللي حيتعمل تحت إدارتها. فجأة باريمور انفجر من الغضب وهو بيزعق وبيسأل إزاي يبقى في مشهد في الستوري بورد مجرد خلفية فاضية. الراجل اللي شعره بني انفجر في وش أشلي وبدأ يتريق على اختياراتها الفنية ويشكك في أبسط مهاراتها. بقية الرسامين المبتدئين دخلوا في وصلة التريقة وكانوا مصممين إن الفنان الأقدم هو اللي المفروض يقودهم مش واحدة زي آشلي. بينما آشلي بتترعش من الإهانة، الخدامة اللي شعرها أحمر بصت من الباب وشافت الظلم اللي بيحصلها. الخدامة اللي شعرها أحمر كانت واقفة وعينيها بتطق شرار ومراقبة المشهد وهي متغاضة جدا من تصرفاتهم. المكتبة كانت هادية وسكوتها بيأكد أسوأ مخاوف البطلة. الخدامة رجعت لسيدتها وهي بتغلي وبلغتها إن الفنانين مش عاملين لها أي اعتبار وبيتريقوا على آشلي. البطلة فكرت في وضعها وإنها ما عندهاش أي سلطة وسط المحترفين دول، وإدركت إنهم شايفينها مجرد شخص غريب ومريب. وبنظرة كلها تحدي قررت إنها لازم تلاقي طريقة تفرض بيها كلامها وتحمي اختياراتها. وقفت بثقة وسط الورد وأعلنت إنها حتطلب المساعدة من الضوء الأعظم نفسه. ظهرت لوحة بتعلن عن تحول كبير في أحداث القصة. الفنانين كلهم اتصدموا صدمة عمرهم لما عرفوا إنه قائدهم هيتحدد عن طريق منافسة مباشرة. البطلة ابتسمت بهدوء وهي بتقول إنها ما قدرت قد إيه صعب عليهم يوافقوا على ترشيحها لآشلي. اقترحت إن آشلي وفنان تاني كل واحد فيهم يعمل عمل فني واللي شغله حيكون أحسن هو اللي حياخد منصب القائد. وشاورت ناحيتهم وسألت عن طريقة عادلة للحكم على النتيجة من غير أي تحيز شخصي. الراجل اللي شعره بني كان بيسمع بتركيز وهي بتأكد على ضرورة وجود تقييم موضوعي وعادل، وأكدت إن لازم اللي يحكم بينهم يكون شخص الكل بيحترمه وما يقدرش يعترض على قراره. وفجأة صوت الباب وهو بيتفتح هز المكان كله عشان يكشف عن المقيم الغامض. الضوء اللي شعره أسود وصل وبهيبته اللي ملت الأوضة خطف أنظار الكل. الراجل اللي شعره بني فرح جدا وشاف إن دي فرصة عمره عشان يتفوق على آشلي ويكسب رضا الضوء.
البطلة سألتهم لو موافقين إنه الضوء الأعظم هو اللي يحدد مين الفايز في المنافسة. الراجل اللي شعره بني قبل التحدي بحماس شديد، في حين إن آشلي فضلت متجمدة في مكانها من القلق. آشلي غرقت في صمت رهيب وراسها في الأرض وهي حاسة بضغط المسابقة اللي جاية. الدوق استغرب إن أول طلب شخصي ليها يكون إنها عايزاه يحكم في مسابقة مبتدئين، وده خلى البطلة تترعش من التوتر. سابها متلجلجة ومش عارفة ترد وهو بيسألها عن بساطة، طلبها مقارنة بطلباتها المعتادة وهي غرقانة في توترها. البطلة كانت بتسأل نفسها إزاي ممكن ترد جميل الدوق ده لو وافق. الدوق كان بيراقبها بالتركيز وعينيه الحادة مركزة على كل رد فعل ليها طول كلامهم. هي بصت له بعيون واسعة بتترجاه على أمل إنه يفضل يدعمها في خطتها. الدوق قالها تفتكر اللحظة دي كويس وسابها حيرانة ومرعوبة شوية، وفهمها إنها دلوقتي بقت مدينة ليه بخدمة كبيرة مقابل مشاركته، وده كان صدمة كبيرة ليها. هالة غامقة ظهرت حوالين الدوق وهو بيبتسم، وباين عليه إنه من دلوقتي بيخطط إزاي حيستغل الدين اللي عليها ده لمصلحته. البطلة اتشلت من الخوف وهي بتتخيل العواقب المرعبة لكونها مديونة لراجل قوي زي ده. القصة بتوضح إن من حظها إنها حطت القواعد قبل ما الدوق يفرض سيطرة أكبر. الفنانين التانيين كانوا بيتريقوا وبيقللوا من فرصة آشلي في الفوز، وهي ماسكة رسوماتها في لحظة يأس عميق. وبصوت خفيف، آشلي خرجت من الأوضة وباين على وجهها الهزيمة التامة من كلام زمايلها القاسي. أفكارها السوداوية قطعها صوت بينادي على اسمها في الممر المنور. البطلة ومعاها الخدامة الجديدة قربوا منها وسألوها عن سبب شكلها المحبط ده. آشلي حاولت تهرب من السؤال، لكن البطلة سألتها بحنية لو بتواجه صعوبة في شغلها الفني. آشلي اعترفت إنها خايفة لو فشلت قدام الذوق الكل حيتأكد إنها مزيفة زي ما هم بيقولوا، وقلبها كان محروق من فكرة إنها هتكسف الشخص الوحيد اللي دعمها بجد في حياتها. البطلة شرحت لها إن اعتراف الذوق بموهبتها هيديها أمان وحماية أقوى بكتير من حمايتها هي. بصت في عين الفنانة المترددة وحاولت تقنعها تثق في رؤيتهم المشتركة. البطلة فضلت تمدح في إصرار آشلي وموهبتها، والكلام ده أثر في الفنانة المحبطة لدرجة إنها بكت من الفرحة والراحة وهي غرقانة في مشاعرها. آشلي انحنت وهي حاسة إنها متستاهلش كل الاحترام ده. البطلة كانت بتبصلها بنظرة كلها تفهم، وهي عارفة حجم معاناتها عبرت عن ندمها إنها حطتها في الموقف الصعب ده بالسرعة دي. وعشان تطمنها البطلة عرضت تحكي لها قصة شخصية عن حياتها هي قبل ما يتقابلوا. ظهر مشهد الضبابي لواحدة عايشة حياة وحيدة ومن غير هدف في عالم حديث وبتلاقيش راحتها غير في أوضتها. البطلة وضحت إنه رحلة آشلي مختلفة لأنها عمرها ما بطلت تجري وراء أحلامها، وبابتسامة منورة قالت لآشلي إن مجهودها يستاهل الإعجاب حتى لو بقية العالم لسه مش شايفه. آشلي انهارت من البكاء بسبب طيبتها وأخيراً اقتنعت إنها تستحق الاحترام اللي تقدم لها. البطلة وآشلي قعدوا سوا على السجادة والخدامة كانت بتراقبهم من وراهم. صوت الراوي أكد إن مجهود آشلي أكيد هيجي عليه يوم ويكافئ ويلمع. الدوق اللي شعره أسود أمر الفنانين اللي متجمعين إنهم يراجعوا الأعمال ويختاروا لون الشريط اللي بيفضلوه. بصوت خفيف وسريع الدوق كان بيقلب في صفحات الستوري بورد في صمت تام، وساد صمت ثقيل في المكان والبطلة والفنانين مستنيين بنفس محبوس وقت التقييم. وبصوت تقليب تاني باريمور وآشلي كانوا بيراقبوا تعابير وش الضوء المركزة بقلق واضح. الضوء اللي شعره أسود فضل صامت وملامحه جامدة وهو بيدرس محتوى الشغل بعمق، وبصوت خبطة حادة شاور على تفضيله للكتاب اللي متزين بشريط أحمر وهو ماسك العمل اللي اختاره. الضوء سأل بصوت قوي عشان يعرف مين صاحب الرسمة دي، وبصوت خبطة التانية شاور تاني على الكتاب أبو شريط أحمر وسأل عن اسم اللي عمله. الضوء اللي شعره أسود كرر سؤاله وهو ماسك الكتاب بقوة ومستني رد من المجموعة. باريمور اتصدم صدمة واضحة وآشلي غمرتها مشاعر عدم التصديق والدموع الصامتة. الدوق سأل بقية الفنانين عن رأيهم الصريح في مين العمل الأحسن. فنان أقدم وافقه في الرأي وقال إن الكتاب أبو شريط أحمر متفوق ومناسب أكثر للغرض منه. الدوق لاحظ إن بالرغم من إن الكتاب أبو شريط أزرق كان مزخرف إلا إنه كان ناقصه الروح اللي تشد القارئ. رفض الكتاب أبو شريط أزرق واعتبره مجرد استعراض للمهارات التقنية لكن من غير قوة دافعة. الدوق أشار إن الكتاب أبو شريط أحمر بيستخدم ألوان بسيطة وتكوينات ديناميكية عشان يدي حياة لصفحاته اللي بالأبيض والأسود.
البطل انبهرت ببصيرته ولاحظت إنه عنده عين خبيرة جدا في فن الكوميكس. استنتج إن الكتاب أبو شريط أحمر متصمم بوضوح مع الأخذ في الاعتبار تجربة القارئ ووجهة نظره. الدوق اختار الكتاب أبو شريط أحمر رسمياً، وساب باريمور مصدوم وأشلي في حالة صدمة عاطفية. بصوت خفيف بص للمجموعة تاني وسأل مرة تانية عن اسم المؤلف. أشلي وقفت وسط وابل من الورود وهي مذهولة من الاعتراف المفاجئ بموهبتها. الدوق اللي شعره أسود سأل أشلي لو في حد حالياً بيقدم لها دعم مادي لشغلها الفن خلفية. بعد ما أشلي اعترفت إنها بتصرف على نفسها، الدوق أعلن عن نيته إنه هيكون أول راعي ليها. أشلي والبطلة تجمدوا في مكانهم من الصدمة بسبب عرضه المفاجئ والسخي. صوت همهمة غريبة من القاعة كلها لما الدوق قال إنه الموهبة الحقيقية تستاهل فرصة بجد. وفجأة بنسمع صوت خبطة وآشلي وقعت على ركبتها وهي مش مستوعبة اللي بيحصل من الصدمة. وآشلي بتحاول تمسك دموعها بالعافية وقدمت شكرها من كل قلبها للدوق بلير على دعمه اللي هيغير حياتها كلها. البنت الشقرة تتفرج على الموقف بابتسامة راضية وهادية ومبسوطة قوي بنجاح صاحبتها. وفجأة طاقة وردية بتلمع بتملى المشهد والزمن بيجري بينا لقدام. بيظهر كلام بيأكد إن آشلي نجحت في إنها تقود باقي الرسامين المتدربين، وبنسمع صوت القلم وهو بيتحرك على الورق والرسامين شغالين بتركيز تحت قيادة آشلي الموهوبة والمنظمة. الرسامين الكبار بيعترفوا إنهم كانوا غلطانين في حكمهم على آشلي وبيقولوا إنها أثبتت إنها مفيدة جداً. وبنسمع صوت الكتاب وهو بيتقفل بعد ما خلص. كتاب جميل مكتوب عليه محتويات صعبة بيتقدم للبنت الشقرة. بطلتنا الشقرة قلبها بيدق بسرعة وهي بتحتفل بإن مشروعهم الصعب خلص أخيراً بعد طول انتظار. وكانت بتفكر إزاي قصة الرعب اللي حكتها كانت مناسبة بالضبط لأسلوب رسم الفنانين المميز. فجأة نور قوي بيطلع من الكتاب والبطلة بتستعد بحماس عشان تشوف النتيجة النهائية. اتصدمت من جمال وجودة الرسم وإزاي قدروا يعبروا عن جو الرعب بالضبط. وآشلي كانت مستنية ردها بقلق والسكوت عم المكان وهي بتسألها عن رأيها بصراحة. بطلتنا الشقرة بتفكر تعملهم عزومة عشاء في الشركة، بس بعدين بتقرر إن المكافأة المادية هتكون أحسن. وبكل فرحة وعدتهم بفلوس زيادة على شغلهم الجامد وعبرت عن سعادتها الكبيرة بالنتيجة. بنت صغيرة قاعدة لوحدها حاسة بالإرهاق والإحباط بعد الشغل المتعب ده. وفجأة بطلتنا الشقرة بتصرخ وبتقرر إنها لازم توري الكتاب للضوء حالاً. المشهد بيرجع تاني لمكتب الضوء والبطلة بتستعد عشان تقدم له الشغل النهائي. قلبها كان هيموت من القلق وهي بتفكر إزاي هتطلب منه طلب صعب وموتر جداً. الضوء اللي شعره أسود كان شكله يسحر وهو قاعد وسط الورد وبيراجع الكتاب الجديد بتركيز. وبطلتنا كانت مرعوبة من اللي ناويه تعمله وقلقانة من عواقب طلبها الكبير ده. فضلت تفكر إن على الرغم من إنه أول مقابلة بينهم كانت وحشة، إلا إنه مؤخراً بقى بيتعامل معاها بلطف أكتر. بس كانت لسه مشلولة من الخوف إنه ممكن يترك عليها أو يطلب منها مقابل غريب. الضوء كان بيقرأ في صمت والبنت واقفة جنبه غرقانة في أفكارها وقراراتها المترددة. فجأة الدوق لفت انتباهها وهو بيقولها إنه حاسس إن في حاجة شغلة بالها، وفضل يضغط عليها عشان تتكلم وهي مستغربة هو عارف إزاي، وحاولت تهرب وتقول إنها مجرد فكرة تافهة. البنت الشقرة سألت الدوق لو كان شايف إن المشروع ده ممكن يكسب فلوس بجد. الدوق استغرب وسألها هي تقصد إيه بالضبط بالكلام ده. فكرت في نفسها إن حرام كتاب بالروعة والجودة دي يقرأه شخص واحد بس، وكمان قالت إن فنانين موهوبين زي دول مينفعش يختفوا من التاريخ من غير ما يعملوا اسم لنفسهم. والدوق بيبص في الكتاب. كانت البنت بتتمنى إنه يكون هو المنقذ للناس الموهوبة دي، وبحماس اقترحت إنهم يبيعوا القصة المصورة دي عشان كل الناس في إمبراطورية كاتون تقدر تقرأها. الدوق بص لها بصدمة وهو مش مستوعب اقتراحها الجريء وغير المتوقع ده. وفجأة بنسمع صوت ورق بيترمى وصوت حد بيزعق بسبب غلطة كبيرة. الملك بيرجا ملك مملكة سولت بيزعق بغضب وبيسألهم هو انتوا دماغكوا دي للزينة، وبيوبخهم عشان معرفوش شكل الختم. وكمل زعانيقه وهو بيتهمهم إنهم سمحوا لختم بتاع النقابة التجارية مجهولة يعدي من غير تفتيش، وقالهم إن الشحنة اختفت ومحدش يعرف عنها حاجة وهي في طريقها لكاتون. واحد من الموظفين حاول يدافع عن نفسه وقال إنهم بيشتغلوا بس على الورق اللي الأميرة لاميا موافقة عليه. والملك بيزعق أكتر بسبب أسعار القمح اللي عليه، وفجأة بيخبط بإيده على المكتب بغضب وهو بيقول إن محدش يجرؤ يجرجر بنته في فضيحة زي دي. الملك أمر الحراس ياخدوا المجرم اللي اتجرأ وإهانة دم الملكي،
والحراس سحبوا العمدة المتهم لبرا. الأميرة لاميا واقفة ساكتة، والملك بأمر كل اللي في الأوضة يخرجوا. الملك بيرجوز بص بحدة وكرر أمره إن الأميرة لاميا بس هي اللي تفضل. لاميا اعتذرت لأبوها واعترفت إنها ضغطت على نفسها زيادة عن اللزوم في الشغل، وده خلاها تفقد تركيزها مؤخراً. والأميرة صوتها كان بيعيط. الملك افتكر أيام ما كانت إبريل موجودة، وإن غلطات زي دي عمرها ما حصلت ولا مرة. بقى بيفكر هل لاميا بقت مستهترة ولا هي أصلاً فاشلة أكتر من البنت اللي مش شرعية. لاميا وعدته إنها هتذاكر وتشتغل بجهد أكبر، وطمنته إن ده مش هيتكرر تاني أبداً. والمطر كان بينزل بهدوء في الجنينة. كانت بتسأل نفسها ليه بيحصلها حاجة زي دي. وفجأة الأميرة وقعت على الأرض في الجنينة، وقعدت تشد في العشب وهي بتعيط وبتقول إنها مستحيل تكون زي البنت دي. قعدت تتخيل إنه لو مامتها كانت مجرد خدامة كان ممكن تعيش حياتها وهي بتحاول وتكافح بجد. وفضلت تعيط بحرقة وهي بتسأل ليه هي الأميرة النبيلة لازم تتعرض لإهانة زي دي. فجأة سمعت صوت بينادي عليها من بعيد، وبسرعة مسحت دموعها وهي بتحاول تعرف مين اللي جاي عليها. شهقت بصدمة وعينيها وسعت من المفاجأة. شخص طويل كان بيقرب من الأميرة، والكلام اللي ظهر عرفنا إنه خطيبها، راجل اسمه ماسون رافيولي. بيتوصف بإنه راجل غني ولطيف، وعيبه الوحيد هو شكله. ماسون رافيولي لاحظ إنها شكلها مضغوطة من الشغل الإداري مؤخراً. هي بسطله ببرود وسألته إيه اللي جابه هنا، وهو رد بخجل وقال إن فات وقت طويل على خطوبتهم الغير رسمية، واقترح إنهم يتكلموا عن جوازهم. هي رفضت تتكلم في الموضوع بحجة إن في مشاكل دبلوماسية مع كلايتون. وماسون رافيولي تفهم قرارها، وانحنى وهو بيوعدها إنه حيحترم رغبتها وقالها ترتاح كويس. ومشيت وهي بتفكر في نفسها إنها مستحيل تتجوز راجل شكله وحش. لاميا كانت بتحلم إنها تفسخ خطوبتها عشان تبقى زوجة رايدن ولعهد كاتون. البنت الشقرة بتشرح للضوء إن القصص المصورة بتخلي حتى الناس العادية اللي مش بتعرف تقرأ تفهم سياق القصة. وقالت إنها مؤمنة إن المشروع ده هيبقى ترند وهيأثر بشكل إيجابي على نسبة التعليم. الضوء كان بيتفرج عليها في صمت، وبصلها بنظرة حادة وهو بيسأل نفسه هي بتفكر في إيه بالضبط. هو كان شايفها شخصية قوية استخدمت الأميرة لاميا كواجهة عشان تسيطر على شؤون القصر. كان فاكر إنها دايماً بتسبقه بخطوة، والشك إن فيها دافع خفي ورا تصرفاتها. قرر إنه يجاريها عشان يعرف هدفها الحقيقي، وسألها إزاي ناوية توزع الكتاب. البنت الشقرة فكرت في نفسها إنه بلعت طعم، واقترحت إنهم ينشروا القصة في الجريدة الإمبراطورية. وشرحت الخطة بتاعتهم، وهي إنهم هيأجروا مساحة في الجريدة لحد ما القصة تشتهر والجريدة هي اللي تبتدي تدفع لهم، وبكده يقدروا يمولوا الفنانين. الضوء سألها لو هي فعلا مصدقة إنه خطة زي دي ممكن تحقق ربح كبير. وبكل ثقة شرحت إن الجريدة دي مجرد وسيلة للدعاية مش للربح، وأشارت بحماس إنهم في النهاية ممكن ينشروا ويبيعوا الكتب بنفسهم. وفجأة وقفت كلام وهي حاسة بالارتباك. البنت جابت سيرة دور برج السحر في الطباعة قبل ما الضوء يكشف لها إنه البرج بيواجه أزمة كبيرة حالياً، وشرح لها إنه السحرة مشغولين تماماً بالمشكلة دي لدرجة إنهم سابوا كل أشغالهم التانية ومصادر رزقهم. البنت شهقت وهي بتستوعب إن هي عارفة بالضبط إيه هي المشكلة دي. افتكرت حدث من الرواية الأصلية عن إن قلب برج السحر اتشرخ بسبب الضغط الهائل، والمشهد اللي افتكرته كان فيه سحرة بيحاولوا يعوضوا للطاقة اللي بتتسرب من غير فايدة، ومتجاهلين نصيحة الأميرة لاميا الأصلية. وفي ذاكرتها المشهد بينتهي بانهيار البرج، وده بيسبب فشل في التجارة ونقص حاد في الأكل في مملكة سولت. وهي بتحاول تتدخل. البنت سألت لو كان ممكن تزور برج السحر. الضوء استغرب من طلبها، وهي كانت بتفكر في إنها عارفة الحل الأصلي من الكتاب. بتخبي نيتها الحقيقية وبتقول للضوء إنها عايزة تحقق في الموضوع عشان يمكن تلاقي حل. الضوء شك إن كل ده تمثيلية عشان تهرب أو تقابل حد في السر، فبيقرر يروح معاها عشان يعرف الحقيقة وسمح لها بالخروج. الفرحة نورت وجهها وهي بتشكره من كل قلبها على موافقته. هي نفسها استغربت إزاي وافق بالسهولة دي من غير تهديداته المرعبة المعتادة. شكلها بدأت تفكر يا ترى قلبه حن وبدأ يثق فيها، خصوصاً إنه بقى كريم معاها قوي الفترة الأخيرة. الضوء بيلم ورقه وبيسألها لو كانت محتاجة حاجة تانية. البنت بأدب بتستعد عشان تمشي من المكتب، بس فجأة وقفت مكانها وتنحت وهي شايفة كم الورق اللي ملوش آخر على مكتبه. بتلف له فجأة وتسأله هو بقاله كم يوم على الحال ده.
الدوق اتخذ من سؤالها المباشر. هي لاحظت شكله التعبان وسألته بقاله قد إيه بينام في مكتبه، وخمنت إنه أكيد بقاله أسبوع. منظر الورق المتنطور ده فكرها بحياتها اللي فاتت والموتى المأساوية اللي شافتها بسبب الشغل الزيادة. الدوق بيتصدم من قوة ملاحظتها وبيقرر يفضل حذر منها ومن أسرارها. بيسألها بتعمل إيه، وهي بتقرب منه بنظرة كلها إصرار، وفجأة مدت إيدها وطلبت منه الإذن إنها تلمسه. ابتسامة جميلة وهادية بترتسم على وجهها. الدوق بيبص لها وهو متلخبط تماما ومش فاهم نيتها، وبتبدأ تضغط برفق على إيده. تبدأ تدلكله إيده بحركات خفيفة عشان تخفف عنه التعب. بتقوله إنه الإرهاق أكيد بدأ يقل شوية، والدوق بيعترف على مضض إنه كلامها صح. بيبص لها بشك وبيسألها اتعلمت الأسلوب ده منين؟ بترد ببساطة إنها مجرد وصفة شعبية عشان تخبي حقيقة إنها كانت موظفة مطحونة في حياتها اللي فاتت. بتنصحه بهدوء إنه لازم يهتم بنومه مهما كان عنده شغل، وبتكمل محاضرتها اللطيفة وتقوله لازم ياكل كويس كمان. بتفتكر الغباء اللي كانت فيه في حياتها اللي فاتت ونهايتها الحزينة. بتكمل تدليك وهي بتتمنى محدش تاني يعاني من نفس المصير. خدود الدوق بتحمر وهو بيبص لها في صمت تام. بيبص الناحية التانية وهو متضايق إنه بيتأثر بكلامها اللي كله اهتمام رغم كل شكوكه. بيحاول يقنع نفسه إن طيبتها دي مجرد خدعة عشان تكشف نقط ضعف الإمبراطورية قبل ما يقرر يسمع نصيحتها. بيقوم من مكانه عشان يمشيها بعد ما خلصوا كلامهم، بس فجأة بيحس بدوخة شديدة والدنيا بتسود في عينيه. البنت بتخض لما بتشوفه بيترنح. فنجان الشاي بيقع وبيعمل صوت جامد والورق بيتبعتر في كل مكان. بيظهر تعليق بيقول إن نقص الأكل والنوم بيسبب دوخة شديدة ومشاكل صحية. الضوء المنهك بيقع فجأة بين دراعات البنت، والبطل الشقراء بتبص قدامها بعيون واسعة من الصدمة. الدوق بيبص عليها وخدوده محمرة خفيف. بيفضل متجمد مكانه وبيفكر وهو متنح تماما. البنت مستغربة ومش فاهمة إيه اللي بيحس، وهي بتبص له ومميلة راسها. بتحرك إيدها ناحيته وبتطبطب بالراحة على راس الضوء. بتفضل تطبطب على شعره وهو وشه أحمر وبيبص لها في صمت. فجأة بينطر إيدها بعيد وهو بيقول لها إنه كويس، وبيرجع يبص لها ويقول لها إن شكلها هي اللي مصابة مش هو. بتضحك وبتقول له متقلقش، هي مش بتموت وصحتها زي الفل. الضوء بيفضل ساكت بيراقب البنت اللي شايفها لغز كبير. بتبص باستغراب والجو بينهم بيتغير فجأة. عشان يردلها جميلها الدوق بيعرض عليها إنه يحق لها أي أمنية تطلبها. بتهزر مع نفسها وتفكر تطلب سناكس بدل ما تبقى مدينة لحد بحاجة. بحماس كبير بتقول إن في حاجة واحدة هي محتاجاها ضروري، تطلب سلاح مصنوع من مادة نادرة اسمها تارتانيوم. الدوق بيلم ورقه اللي وقع في صمت وهو بيفكر في طلبها الغريب. بيظهر شرح إن التارتانيوم ده خام نادر جدا كان بشكله الأقزام القدماء. بتوضح له إنها محتاجاه عشان تتفاوض في برج السحر. بتأمل إنها لو معاها قطعة أثرية قوية زي دي هتديها وضع أقوى في أي صفقة. بتشرح خطتها بحماس للدوق اللي بيسمعها في صمت وتركيز. الدوق بيفكر وهي بتبصله بقلق مستنية رده. بيعترف إن فكرتها كويسة بس بيرفض تماماً يديها السلاح. بيقولها بما إنه حابسها فمستحيل يسلمها سلاح. منطق كلامه بيحبطها وبتعترف إن معاه حق، بس فجأة بتتحمس تاني لما بتلاقيه سكت على أمل يكون في حل وسط. الدوق بيبتسم وبيقولها إن في طريقة تانية توصل بيها لهدفها. بتتصدم لما بتعرف إنه قرر يروح معاها بنفسه لبرج السحر، وبيظهر كريستال أزرق ضخم بينبض بالطاقة. بتحاول تعترض على وجوده معاها وحاسة بالتوتر من مراقبته المستمرة ليها. بتستغرب إزاي راجل مشغول زيه يوصلها بنفسه بدل ما يبعت حد من رجالته. الدوق بيلمس الكريستال السحري وبيرد على قلقها بإجابة بسيطة. بيبص عليها من الجنب وملامح وشه جامدة ومحدش فاهم بيفكر في إيه. بتتسمر مكانها من المفاجأة اللي قالها بعدها. بتسأله بتوتر وهي متلخبطة عشان يعيد اللي قاله تاني. والمشهد بيتحول لبرج السحر المهيب والغامض تحت ضوء القمر. بيدخلوا البرج وهي حاسة بعدم ارتياح رهيب. الدوق بيفترض إن تعبها ده مجرد دوخة من الانتقال الآني، بس هي بترد بضعف إنها كويسة. بتتفزع لما بتكتشف إنهم هيقعدوا في نفس الأوضة طول فترة إقامتهم. هو بيوضح إنهم هيناموا في سراير منفصلة وبيعرض عليها أوضة معينة. وشها بيحمر وهي بتفكر في إنها عمرها ما قعدت في مكان واحد مع راجل. بتفضل ساكتة مش قادرة تعترف قد إيه الموقف كله محرج بالنسبة لها. الدوق بشك إن كلامها عن الشغل ده مجرد ستار لخداع أكبر. بيفتكر طيبتها غير المتوقعة لما حاولت تطمنه من شوية.
بيقبض على إيده، وهو بيقرر إنه مش هيطمن لها أبداً. بيخطط إنه يراقبها كويس في البرج عشان يكشف نيتها الحقيقية. بشك إنها جاية هنا عشان تقابل حد في السر، أو إنها جاسوسة على مستوى عالي. وفجأة بتوصل رسالة سحرية بتعلن عن وصول ضيف. الدوق بيتفاجئ إن في حد طلب يقابله. بيظهر صوت خطوات منتظمة وهم رايحين للاجتماع، وبيتم تقديم مبعوث مملكة الملح واسمه تومولد. الدوق والبنت بيتصدموا تماماً. البنت بتتخض لما بتسمع اسم المبعوث. الدوق بيشك إن المبعوث عرف إن الأميرة أبريل مستخبية هنا. بيخاف إن البنت تكون بتستخدم المبعوث كجزء من خطة هروبها. وفجأة الدوق بيستوعب حاجة. بيسمع صوت خطوات بتقرب، وبيلاقي البنت مستخبية تحت مكتبه. بتترجاه يسيبها مستخبية ويتجاهل وجودها. الدوق بيبصلها وهو مش فاهم أي حاجة. تومولد بيدخل وبيحيي الدوق بلير بابتسامة عريضة. بيقول له إنه متشرف جداً بمقابلته أخيراً. البنت بتفتكر تاريخ تومولد وإزاي كان بيعاملها بقرف واحتقار. بتفتكر إزاي كان بيشغلها ليل نهار مع لاميا. الدوق بيأمر المبعوث بحدة إنه يقول هو جاي ليه. تومولد بيشرح إنه جه لبرج السحر عشان يطلب مساعدة بخصوص مجاعة، وبيكشف إن طلب المساعدة بتاعهم اترفض تماماً. أسوأ مخاوف البنت بخصوص المجاعة بتتحقق. بتندم على محاولاتها الفاشلة عشان تمنع الكارثة دي. تومولد بيطلب مساعدة في إقناع دولة تانية ترفع الحظر عن تصدير الحبوب. الدوق بيرفض طلبه وبيقول إن الموضوع ده ما يخصهوش، وبيصر إن العيلة المالكة لازم تحل مشكلة جوع شعبها بنفسها. وفجأة إيد يائسة بتمسك في رجل الدوق جامد. بيتخض لما البنت بتمسك فيه. بتبصله بنظرة كلها دمار. شخصية صغيرة بتعيط في لحظة يأس، وشخصية تانية بتنزل دموعها في رجاء صامت. الدوق بيقف مصدومة من إصرارها. تومولد بيركع على ركبه في توسل يائس، وبيقول إن الأميرة لاميا بتعاني وبتعيط كل يوم. بدأ يمثل دراما حزينة والدموع في عينه، لكن الدوق كان بارد زي التلج ومصمم على رفضه. تمالد حاول يرمي كلام عن علاقة لاميا ورايدن، بس الدوق ولا همه. الدوق وكي بص لتحت على البنت اللي كانت ماسكة في هدومه. فجأة نطت في وشه وملامحها كلها إصرار وتحدي، وهي بتعيط رمت كل اللوم على الدوق في اللي بيحصل، واتهمته إنه بيختبرها بموضوع القمح المزيف ده. بقلب مكسور اترجته يساعدها. دموعها كانت بتلمع وهي بتقول له آخر كلماتها. الدوق كان بيبصلها وهو مصدوم وفي صمت عميق، واعترف على مضض إن الوضع بقى صعب فعلا. اكتشف إنه مش هيعرف يمشي عشان هي بتشده من بنطلونه. الدوق فضل واقف في موقف محرج والمبعوث بيتفرج. تومي حذره إن الناس الجعانة ممكن تلجأ للسرقة. الدوق أمر فرسانه يحلوا مشكلة القمح دي. تومولد الفرحة ما كانتش سايعاه وقعد يشكره. والمبعوث أخذ بعضه ومشي بعد ما حقق هدفه. وصوت خطوة سريعة اتسمعت وهو ماشي. الدوق زعقلها عشان تطلع وتواجهه. طلعت وجهها بالراحة وهي مكسوفة. البنت كانت مرعوبة حرفياً. المشهد بيرجع تاني للمكتب. كانت بتفكر يا ترى هو زعلان إن الناس بتموت من الجوع بسببه، بس استوعبت إنها متقدرش تقول كده لأن دي مش بلده. وعرضت عليه تساعده هو بدل ما تساعد مملكة سولت. لحظة هدوء في مكتب الدوق الأكبر، وعدته إنها هتضمن بقائه عايش حتى لو قامت حرب مع الأمير رايان. البنت بصت في الأرض بتعبير جاد، وتسمع صوت إيدها وهي بتقفش على قميصه بقوة. الدوق اتفاجئ من جرأتها وسألها هي قالت إيه دلوقتي، وقعد يفكر إزاي في الأول ما كانش عارف هي مين، بس بعد ما قعدت معاه فهمه ليها اتغير تماماً. كان عارف إن الأمير رايدن هو بطل القصة الأصلي، مجنون سلطة مهووس بلاميا، وعشان يتخلص من أي منافس الأمير الأشقر ده كان بيتهمهم بالباطل، أو ببساطة بيقتل أي حد يقف في طريقه. البنت كانت واقفة في النور الهادي بتاع المكتب. الدوق لاحظ إن كره رايدن ليه ده سر محدش يعرفه غير الدايرة المقربة من العيلة الإمبراطورية، واستغرب إنها فاهمت علاقتهم المعقدة دي. بعد يفكر يا ترى معلوماتها دي واصلة لحد فين. وهو بيتفرج عليها سمع صوت خبطة خفيفة، والدوق اعترف بيها كأميرة. قرب منها وقالها إنه كل ما بيشوفها فضوله ناحية هويتها بيزيد. عيونهم اتقابلت في لحظة صمت ثقيلة. حست بالضغط وبقت بتسأل نفسها في قلق إيه اللي بيحصل. كان بيفكر إزاي كل تصرف بتعمله مش مفهوم، وده كان بيولع فضوله أكتر. عرقها كان بيتسبب وهو مستغرب إزاي كان غافل عن شخصية مهمة زي دي. وغير الموضوع فجأة وقالها على مقابلته مع سيد البرج بكرة. قالها إنهم هيقدروا يتكلموا كلمتين بس جنب المكان اللي رايحينه، وهي بحماس أكدت إنهم رايحين مع بعض.
الدوق ابتسم وقال إنه متشوق جدا لبكرة. قرر في سره إن هدفها من المجيء للبرج هيتكشف قريب، وقعد يسأل نفسه ليه هي قاعدة جنبه وهي بتحتفل بنجاحها. بطريقة كانت بتسأل نفسها هو إيه اللي يشوق في الموضوع ده. والمشهد بيتحول لداخل البرج السحري الضخم. سيد البرج بشعره الفضي كان واقف قدام الدوق في نص القاعة. اعتذر عن مكان المقابلة وقال إنه في مشاكل داخلية في البرج. الراجل الكبير كان باين عليه التوتر والتعب. الدوق قدم البنت على إنها ضيفة مقيمة في بيته. سيد البرج اتفاجئ لما سمع إن عندها عرض شغل. حاول يرفض بس البنت أصرت إنها توري له حاجة. الدوق طلب منها لحظة من وقتها وهو ماسك صندوق صغير. صوت تكة خفيفة اتسمعته، الصندوق اتفتح وكشف عن سلاح البارتيوم. سيد البرج شهق وهو بيتعرف على الخام النادر، وهي قالت بثقة إن ده بالضبط اللي البرج محتاجه. سيد البرج كان متشكك هم ممكن يستفيدوا منه في إيه، وبابتسامة كلها ثقة وعدته إنها هتوريه إزاي. صوت خطوات منتظمة كان مسموع وهما بيقربوا من النواة المضيئة. افتكرت طريقة كانت مقترحة في القصة الأصلية واترفضت زمان. صوت انفجار عالي تسمع وهي بتخبط البلورة الزرقاء بالمطرقة. الدوق وسيد البرج اتصدموا لدرجة إنهم ما عرفوش ينطقوا من الرعب. صوت شرخ حاد تسمع والبلورة الضخمة بدأت تتكسر. البنت ابتسمت ابتسامة نصر لامعة. أنت تتحدث مع المستخدم. سيقدم المستخدم نصاً ويطلب منك قراءته مرة أخرى بسرعة أكبر. مهمتك الوحيدة هي قراءة النص مرة أخرى للمستخدم دون أي اعتراف أو أي شيء آخر. فقط اقرأ النص. السحرة صرخوا ودخلوا في حالة هلع، والنواة اللي تعبوا عشان يصلحوها بتتكسر. صوت دوي عميق ومنخفض تسمعوا سيد البرج بشعره الفضي مساعده بيتفرجوا في صدمة كاملة. سيد البرج زعق انت بتعملي ايه؟ لو النواة حصلها حاجة ده حيأثر على البرج السحري كله. صوت همهمة قلق تسمعوا سيد البرج بيتفاعل مع الطاقة الفوضوية اللي ملت المكان، وصوت شرخ عالي وحاد تسمع، والبلورة الزرقاء بدأت تتفاعل. صوت تحطم ضخم هز القاعة كلها والطبقة الخارجية للنواة بتتفتت. ساد صمت ثقيل والدخان والنور بدأوا يهدوا. الدوق الأكبر بلير لاحظ وقال الاهتزاز وقف. سيد البرج سأل إيه اللي حصل للنواة؟ البنت العمياء ابتسمت بهدوء وابتلات ورد بتتفتح حواليها في النور. سيد البرج شهق النواة. صوت همهمة مذهولة اتسمعوا وسيد البرج بيقول إنها اتصلحت وتدفق السحر استقر كمان. البنت الشقرة بصت للراجل أبو شعر فضي. اشتحت لهم سوء الفهم وإنهم كانوا فاكرين إنها بتتدمر ويحاولوا يحافظوا عليها غصب عنها بضخ السحر فيها. وقفت بفخر والحل الناجح بقى واضح للكل. البنت الشقرة كملت كلامها. دلوقتي بعد ما مطرقت البرتانيوم دي كملت عملية طرح النواة لقشرتها، وختمت كلامها وقالت مش هيبقى في أي مشكلة في البرج السحري. سيد البرج كان مذهول ومش مصدق إن مشكلة زي دي تتحل بالبساطة دي. البنت كانت بتتهته والدوق ببصلها. ده قالت إنها سمعت صوت النواة، والنواة المتجسدة كانت بتتساءل صوتي. وفجأة صوت عالي تسمع وسيد البرج بيصرخ صوت النواة إذن الشخص ده. سيد البرج أعلن أنت سامعة صوت المانا اللي بتظهر مرة كل 1000 سنة. شكراً ليكي يا آنسة، أنا بمنحك لقب أذن البرج السحري. ومسك إيديها بقوة وهو ممتن جداً. كانت في قمة السعادة وهي بتفكر دي ميزة خرافية إني أقدر أستخدم سحر بيكلف مبالغ فلكية وقت ما أحب. الدوق سألها ممكن أقدم اسمك وهويتك رسمياً يا آنسة؟ اتخضت من جواها وهي بتفكر مستحيل أقول إني أميرة سولت ومخطوفة حالياً. البنت زعقت وقالت في الحقيقة كل ده كان خطة الدوق الأكبر بلير. سيد البرج انبهر وهو بيوجه كلامه للدوق الأكبر بلير بصفته أذن البرج السحري. سيد البرج انحنى وقال شكراً ليك، أنا هخدمك بصفتي أذن البرج السحري، فيا ريت كلمني في أي وقت تحتاج فيه مساعدة. الدوق بصلها بنظرة حادة ومليانة شكوك. الدوق اتنهد تنهيدة قصيرة وقال فعلاً، وبصلها ببساطة وقال يلا نتقاسمها. شرحت له امتياز أذن البرج السحري أنا أخذته بفضلك، فهيبقى قلة ذوق لو استخدمته لوحدي. يلا نقسمه 2-1، وطبعاً أنا هاخد 2. صوت خبطة خفيفة تسمعه الدوق وسألها هو ده كان السبب اللي عشانه طلبتي تستلفي سلاح البرتانيوم؟ وهي ردت بتوتر أيوة. أيوة. الدوق سألها
وإزاي عرفتي إن ده ممكن يرجع استقرار نواة البرج السحري؟ ردت بضعف إنه صوت النواة، لكنه قاطعها بحدة. متكدبيش. وهي مرعوبة شرحت دي معلومات عرفتها بالصدفة لما كنت في سولت. بما إني كنت بقوم بدور وكيلة الأميرة لاميا، اكتسبت معلومات متنوعة كتير وكملت كلامها. عموما مشكلة البرج السحري تحلت، وبفضل ده الإنتاج الضخم للكتب المصورة بقى ممكن عن طريق نظام الطباعة في البرج السحري. البنت الشقرة كملت كلامها للمتوتر، والدوق لسه صامت ومبهم. الدوق قرب منها وقالها: أنا عندي فضول كبير فعلا يا أميرة. وكمل: أنت بتعملي كل ده حتى وأنت مخطوفة ومحبوسة في الدوقية الكبرى. يا ترى كنت بتعملي إيه لما كنت في سولت؟ الدوق مسك إيدها وبصلها بنظرة ثقيلة. الدوق سألها: ليه مش بتحاولي ترجعي هناك؟ بصت بعيد وهمهمت: عشان مش عايزة. سألها: إيه؟ وبصوت مخنوق من العياط بتقوله: أنا مش عايزة أعيش خدامة لحد يستغلني. أنا قلتلك إني كنت جارية للأميرة لاميا، شغل لحد ما تتهد، معاملة زفت ومديرين أغبياء. بتنفجر فيه وبتصرخ. حتى الحشرات اللي زي تمولد اللي لازقين في المدير ده ما كانش وراهم غير استغلالي. بتبصله وبتقول مقارنة بالوقت ده أنا مبسوطة دلوقتي. وبعدين بتفكر بينها وبين نفسها: لا، أنا هعمل كل اللي أقدر عليه عشان أبقى بيتوتي غنية ومستريحة. أنا هخلي بزنس القصص المصورة ده يكسر الدنيا. البنت الشقرة بترسم على وجهها ابتسامة بتنور المكان كله، وبتسأله: عشان كده ممكن تخليني أفضل هنا؟ أنا شاركتك امتياز برج السحر، وهشاركك أرباح القصص المصورة كمان. الدوق فضل ساكت، وملامحه الجانبية كانت مرسومة بنور الأوضة الخافت. الدوق كان بيفكر في قوة المعلومات الرهيبة اللي عند البنت دي، والامتياز الضخم اللي لقبها الجديد هيدهولها. لما فهم إنه دعم برج السحر بيحميها دلوقتي حتى من العيلة الإمبراطورية، الدوق الكبير بلير راح شادد البنت الشقرة في حضن قريب قوي. وهما في لحظة الصمت دي ابتسامة صغيرة وعارفة اترسمت على شفايف الدوق، وهو بيفكر إذا كان فعلا عايز يدي ثقته الكاملة للبنت الغامضة دي. عشان ترجع للشغل بسرعة، البنت قالت له إنها محتاجة تقابل سيد البرج تاني عشان يزبطوا تفاصيل مشروعهم. وسط بحر من الورد البينك، البنت الشقرة بتعبر عن فرحتها الصافية ببداية البزنس بتاعهم، والمشهد بيتحول للمدينة والشوارع زحمة وبتنبض بالحياة. نجاح بزنس القصص المصورة كان كاسح وواضح من يافطات المحلات اللي مكتوبة عليها: نفدت الكمية وانتظروا الشحنة الجديدة. الموظفين كانوا غرقانين لشوشتهم ومتأثرين لدرجة البكاء من سيل جوابات المعجبين اللي وصلت لهم. وبنظرة إصرار هادية، البنت بتوعد نفسها إنها هتشتغل أكتر على رسومات الجزء الثاني. فريق الإنتاج بيناقش بحماس استفسارات القصة للجزء الثالث، ويخططوا يطوروا أدواتهم السحرية عشان يزودوا سرعة الطباعة. بس رغم انتصارها، البنت حست بثقل المسؤولية لما لقت إن حجم شغلها زاد قوي. نور الصبح الهادي بنور وش البنت وهي قاعدة جنب الشباك، والتعب والإرهاق باينين عليها قوي. خادمة شعرها أحمر بتوصل ومعاها مشروبات، وبتوضح إن الدوق الكبير هو اللي جهز لها أوضة النوم الفخمة دي عشان يساعدها ترتاح. الخادمة بتسألها إذا كانت الأوضة المشمسة دي أحسن من أوضتها القديمة. البنت بتفكر في معاناتها عشان تعرف تنام، وبتوصف شمس الصبح كأنها وحش بيرعبها وبيصحيها بدري قوي. بتشكره بصوت الضعيف وهي ماسكة ورقها، وتعبها كان واضح للكل. وهي بتبص على الشباك المنور، بتتمنى لو كان في ستاير أتقل تحجب النور ده. أفكارها بتروح للستايل البلاك أوت اللي كانت بتحبها في حياتها اللي فاتت، وبتتحسر إنها مش موجودة هنا. فجأة فكرة ضربت في دماغها زي البرق وصحتها، كأن الإلهام نزل عليها. البنت بتقوم فجأة وبتصرخ بحماس، وسابت الخادمة مصدومة تماماً. القمر كان عالي فوق أبراج القصر الأنيقة، في إشارة لتغيير المكان. جوا القصر، الأمير رايدن بيعرف إن الدوق بلير كسب ود برج السحر بعد ما حللهم مشكلتهم الأساسية. ضحكة سخرية باردة بتطلع من الأمير الأشقر وهو بيسمع عن آخر إنجازات منافسه. رايدن بيفتكر بغل محاولة خطفه الفاشلة وتدخل الدوق المستمر في خططه. وبنظرة شرسة بعيونه الصفرة، الأمير رايدن بيقرر إنجه الوقت عشان يدي الدوق الكبير درس قاسي. شخصية صغيرة بشعر بنفسجي بتبتسم بسعادة جنب مجموعة ورد أزرق، والمشهد بيتغير. في المكتبة الضخمة، الشخصية دي بتطير في الهواء، والبنت بتقرب من الدوق اللي قاعد على مكتبه. البنت الشقرة بتبص على الدوق وهو قاعد ورا أكوام ورق عالية زي الجبال. صوت خبطة ناعمة وحادة بيطلع لما الدوق بيحط نظارته على المكتب، وهو ساند راسه على إيده. الدوق بلير
ببص ناحية البنت بنظرة مرهقة بس منتبهة. البنت اتخذت من تركيزه المفاجئ والمكثف عليها. الدوق بيقولها إن طلبها ممكن يتنفذ، بس لسه عنده فضول يعرف نيتها. بيسألها وهو بيهزر: ناويت على مصيبة إيه المرة دي؟ وهي بترد بنفي شقي. بيفتكر معاركه اللي فاتت وهو بيقود فرقة إبادة، واللي سابت للضوئية فائض ضخم من جلود الوحوش. وهي بتفتكر تفاصيل من الرواية. البنت بتدرك إن الجلد المرمي ده هو بالضبط اللي هي محتاجاه. بتأكد له إن الضوئية فعلا بتعاني عشان تتعامل مع الكمية المهولة من جلود الوحوش اللي عندهم. الدوق بيسمع لها وهو باصص من فوق المكتب، والبنت واقفة ومستعدة بخطتها الكبيرة الجاية. البنت الشقرة بتشعب ابتسامة منورة وهي بتجهز لضربتها، ولما الدوق بيوافق على طلبها بتسأله عشان تتأكد تاني، والفرحة هتنط من عينيها. وهو بيعدل نظارته. الدوق بيقول إنه استخدام الجلد الفايض ده هيكون مفيد للجميع. البنت بتنحني بأدب وبتشكره من كل قلبها على تعاونه. فكرة مفاجأة بتخطر في بالها وبتوقفها وهي ماشية. الدوق بيبص الناحية التانية من الأوضة وبيسألها هي فعلا ناوية تصنع إيه بالخامات دي. البنت الشقرة بتقف وملامحها غامضة ومحدش فاهم هي بتفكر في إيه. وسط إطار من الورد الرقيق بتقرر تخلي نيتها الحقيقية سر لنفسها دلوقتي. بغمزة شقية وإشارة سرية بتسيب الدوق محتار في خطوتها الجاية. صوت احتفال عالي بيملأ أوضة النوم، والبنت بتحتفل بآخر نجاح ليها. صرخة فرحة بتطلع منها وهي بتنط على سريرها الضخم والمريح ومستعدة لنومة عميقة. وهي راقدة في الظلمة بتفكر إذا كان المفروض تكون صريحة معاه أكتر. بتفكر في وش ليام وهو خايب أمله، وبتلاقي الموضوع كيوت بشكل غريب، وبتقرر إنها هتقوله السر قريب. بترفض فكرة إنها تبوظ هدية بإنها تديها بشكل مباشر. الراوي بيقول إن القصر حالياً في حالة حرمان شديد من النوم. حملات إبادة الوحوش المستمرة للدوق كانت بتخليه بعيد عن القصر، والمهام الإدارية كانت بتتأجل غصب عنه في غيابه. رجوعه حول القصر لخلية تنحل من مدمنين الشغل. هي بتخطط تعمل ستايل بلاك أوت بشغل يدوي، ولما شافت كوم الورق اللي عنده توقعت إن الليلة دي هتبقى طويلة عليه. الراجل اللي شعره غامق بيعدل لنظارته، وهي بتسأل نفسها لو كان شكله الجذاب ده بسبب الإرهاق. شكله كان ساحر بشكل مش طبيعي وهو بيمرر إيده في شعره. بتحاول تطرد الأفكار المش كويسة دي من دماغها، وبتقرر إن ستاير البلاك أوت دي لاستخدامها الشخصي وبس. وهي بتكلم نفسها بتخطط لهدايا لبونيتا، ليام والدوق. أخيراً بتستسلم للحاجة للنوم. تاني يوم الصبح بتدخل من منظر عمرها ما توقعته. ليام بيعرفها إن المبنى الصغير ده مجرد مخزن بسيط، كوخ خشبي ريفي موجود وسط الخضرة. لفات قماشة تقيلة وغامقة متخزنة جوا الكوخ بتتفزع من الكوم المرعب بتاع جلود الوحوش. ليام بيوضح إن الدوق أمر بتجميع الجلد ده مخصوص عشانها. واقفين قدام فائض مهول من جلود الوحوش. الصدمة لجمت لسانها من مبادرة الدوق غير المتوقعة. بتتخيل الدوق وهو بيرفض طلبها بسخرية وبيعملها حركة تمام لتحت. بيمشوا في المخزن المليان بكمية جلد لا يمكن تصورها. بتعترف إن كمية المواد دي فاقت كل توقعاتها. بتدرك المجهود الجبار اللي اتعمل عشان يجمعوا الكنز ده كله. بتسأل نفسها يا ترى الدوق قاد كام حملة صيد. فكرة حجم شغل الدوق صدمتها، وفجأة ريحة مقرفة بتضرب مناخيرها وبتخليها تكتم نفسها. المساعد بيقول إن دي ريحة الجلد الخام اللي لسه متدبغش. هي بتغطي مناخيرها فوراً بمنديل أبيض. ليام بيقول إن المنتجات الثانوية اللي متنظفتش هي سبب الريحة القوية. هي بتدعي إن قرفها ده بسبب إن معدتها حساسة. بتلف وبتنادي على خدمتها أمينة، بتسأل لو أي حد يعرف إزاي يعالجوا الجلود دي. بونيتا بترشح لها بحماس خبيرة محلية في شغل الجلد. الراوي بيقدم مدام ريني، أمهر خياطة في القصر. بيتخيلوا شغلها الأنيق بإعجاب شديد ومتحمسة عشان تكمل. بتطلب تقابل الخياطة دي فورا. المشهد بينتقل لغرفة الاستقبال الفخمة في القصر. بتتفزع لما تلاقي إن مدام ريني ست بعضلات مرعبة، وهي بتترعش من الخوف بتنادي على خادمتها بصوت واطي عشان تلحقها. كانت مصدومة من القوة الجسمانية المخيفة للخياطة. السيدة ريني كانت واقفة فوق راسها ونظراتها كلها تهديد والظلمة مغطية وشها. بطلتنا مسكت فستانها جامد وهي بتحاول تظهر إنها مش خايفة، وبصوت عالي طلبت من الخياطة إنها تعالج الجلد ده. السيدة ريني بصتلها بحدة وقبلت الطلب، لكن الخياطة بحركة إيد حاسمة رفضت الشغل تماما. البنت انصدمت وسألتها ليه، فالخياطة قالت لها إن جودته وحشة
السيدة ريني وضحت إن مفيش حد بيطلب النوع ده في عز الحر، والخياطة القوية قالت إن التعامل مع جلد البيتا النادر ده فيه مخاطرة كبيرة في الوقت ده، وفضلت واقفة مكانها بجسمها المشدود ومصممة على قرارها. السيدة ريني انحنت بأدب وهي بتعتذر، والبنت الشقرة حاولت تخبي خيبة أملها بابتسامة مصطنعة. موجة من الرعب ملت قلب البنت الشقرة لما استوعبت حجم الرفض ده، وهي بتتخيل حارس قوي بيحجب الشمس. قررت إنها مش هتستسلم لحلمها بصباح هادي وضلمة، وهي غرقانة في أفكارها كانت بتدور بيأس على أي طريقة تنقذ بيها خطتها. السيدة ريني ربعت إيديها وسألت البنت هي ناوية تعمل إيه بالخامة الصعبة دي أصلاً؟ البنت الشقرة ردت ببساطة إنها عايزة ستاير، وده خلى الخياطة تتنح خالص. السيدة تريني علقت إن الجلد ده عشان بيعزل الشمس تماماً، فبيستخدموه بس في السجاجيد الثقيلة. بطلتنا حست إن في فرصة، وشرحت إنها عايزة تعمل ستاير تعتيم مثالية تقدر تحجب الشمس بالكامل، وجهزت نفسها عشان تقول كلام مقنع ومؤثر. وقربت منها قوي وهمست للخياطة المهتمة إنها هتقولها على سر. شرحت لها إن كل اللي في القصر مرهقين جدا لدرجة إنهم ما بقوش بيعرفوا يناموا بالليل. الدموع بدأت تلمع في عينيها وهي بتفتكر تعب كل اللي في البيت، وحكت القصة بكل مشاعرها عشان تكسب تعاطف الخياطة. البنت شرحت إنها عايزة توفر نوم مريح لكل الناس طول النهار، وده خلى السيدة ريني تفكر في حالة القصر. السيدة ريني افتكرت عيون الخدم التعبانة والمرهقة اللي شافتها الصبح، ورغم القصة المؤثرة الخياطة وقفت وفكرتها إنها كصاحبة شغل لازم تفكر في المكسب الأول. البنت الشقرة اعترفت إن الخياطة عندها حق بكلام هادي وموزون، والسيدة ريني بدأت تمشي وملامحها جامدة وما فيهاش أي مشاعر. بس بطلتنا ندهت على الخياطة الثانية وقدمت لها عرض جديد تماماً، وعدتها إنها هتدفع سعر أعلى من أغلى قماش موجود، وده صدم وصيفتها اللي شعرها أحمر. وكملت العرض المغري بوعد إنها هتدفع ضعف المرتب لأي وقت إضافي، وده خلى السيدة ريني واقفة مذهولة وابتسامة واثقة. قالت لها هتبقى حاجة وحشة لو اضطرت تلاقي خبير تاني للشغل ده. نور الشمس لمع على مجوهرات فستانها وهي مستنية الرد. بونيتا كانت مش مستوعبة ضخامة العرض السخي ده. الوصيفة اللي شعرها أحمر كررت جملة ضعف مرتب الوقت الإضافي وهي مش مصدقة نفسها خالص. وفجأة بونيتا صرخت من الفرحة وقالت إنها عمرها ما سمعت بعرض أسطوري زي ده في الإمبراطورية كلها. البنت الشقرة اتكسفت شوية من المدح ده وقالت إن حقوق العمال العادلة دي كانت حاجة عادية في المكان اللي هي جاية منه. وفجأة بونيتا سكتت وملامح القلق ظهرت على وشها. الوصيفة سألت بتردد لو سيدتها تقدر فعلا تتحمل التكلفة المادية لاتفاق زي ده. عيون بونيتا اتملت قلق وهي بتفكر في الواقع العملي للموضوع. الجو اتقلب تماماً لما الخياط استوعبت إن العرض ده مستحيل يترفض. السيدة ريني وافقت على الشغل بابتسامة مصممة، وده خلى البنت ووصيفتها يهتفوا بصوت عالي من الفرحة. ملامح الخياطة بقت جدية وهي بتجهز عشان تقول شرط ضروري. شرحت إنها هتحتاج دباغين ماهرين زيادة عشان الشغل، والبنت وافقت بحماس وقالت لها تعين أي عدد محتاجة. بونيتا رفعت صباعها وكأنها افتكرت حاجة مهمة، وبكل صراحة الوصيفة فكرت سيدتها إنها حالياً أسيرة ومفلسة، وده خلى البنت تتجمد مكانها من الصدمة وهي بتمسح نقطة دم من على شفايفها. بعد الضربة الكلامية دي البنت قالت لبونيتا متقلقش، ولمعة سوداوية ماكرة ظهرت في عينيها وهي بتقول إن عندها خطة خلاص. المشهد بيتغير لاسمها صافية وبداية يوم جديد، وهو محاط بأكوام ورق ضخمة. مساعد الضوء ليام ندوا على الزاير عشان يدخل. البنت الشقرة بصت من الباب وهي بتسلم بصوت مرح ومبهج، لكنها اتصدمت لما شافت إن مكتب المساعد غرقان في ورق أكتر من مكتب الضوء الكبير نفسه. ليام كمل تقليب في الورق وشرح لها إنه مشغول جدا ومش هيقدر يقف لأنه لازم يقدم تقرير للضوء قريبة. اعتذر لها على قلة ذوقه، والبنت لاحظت قد إيه هو غرقان في الشغل. البنت تفاجأت تماماً لما ليام وقف فجأة وقال إنه مش مشغول خالص، وشافته برعب وهو بيعدد قايمة مهام ما بتخلصش، ومنها إنه كان سهران طول الليل بجمع الجلد. ابتسامة مرعبة وواسعة ظهرت على وش ليام وهو بيكرر إنه مش مشغول. البنت الشقرة فهمت إن نظرته الحادة دي كانت أمر صامت إنها تقول عايزة إيه وتمشي فورا، وهي موجهة مسدس لعبة على المساعد اللي شعره غامق. البنت الشقرة طلبت بجرأة الفلوس اللي ليها، وشوية رسومات مزخرفة ملت الشاشة.
مع استمرار الكلام ليام عدل نظارته بنقرة حادة وسأل عشان يفهم أكتر بخصوص الفلوس، وعينيها كلها إصرار. البنت الشقرة شرحت إنها عايزة حقوق الملكية اللي كسبتها من كتابها المصور وسط احتفال مليان قصاصات ورق ملونة. ليام أكد ببساطة إن الأرباح دي من حق الأميرة فعلا، وقرب منها بنظرة شك وسألها عن سبب احتياجها المفاجئ لمبلغ كبير زي ده. البنت الشقرة فضلت محافظة على سرها وأصرت إن الموضوع ضروري جدا رغم إنها ما قالتش تفاصيل. صوت خبطة خفيفة طلع لما درج مكتب خشبي متين اتفتح. ليام قدم الختم والمفتاح الرسميين لعائلة الدوق الكبير ووجهها لنقابة باسكال التجارية عشان يساعدوها. فضل قاعد ورا جبل الورق وشرح لها إنه شغله اللي كتير منعه إنه يروح معاها، وابتسامة رضا واسعة ظهرت على وش ليام وهو بيستعد يكمل شغله اللي ما بيخلصش. البنت الشقرة ضحكت ضحكة متوترة ومش طبيعية وهي بتحاول تستوعب إخلاص المساعد الشديد لشغله. والمشهد اتنقل لشارع مدينة زحمة وعربية بيضا وقفت بصوت فرامل عالي. بونيتا كانت طايرة من الفرحة وهي بتحتفل بأول خروجة رسمية ليهم مع بعض. أما البنت الشقرة اللي اضطرت تخرج من منطقة راحتها فكانت بتبتسم بالعافية رغم تعبها الداخلي. بصت للسما بحنين وهي بتفتكر سريرها المريح وبطانيتها الدافية. بونيتا شاورت على مبنى بعيد وده خلى سيدتها تتساءل لو كانوا وصلوا للنقابة أخيرا. وفجأة وبحركة سريعة الوصيفة النشيطة جرت سيدتها ناحية فاترينا إكسسوارات بتلمع. بونيتا مسكت عقد لؤلؤ رقيق وأصرت إنه هيبغى إضافة مثالية لملابس سيدتها. البنت الشقرة لمحت انعكاسها في المرايا وبدأت تغير رأيها في الخروجة وهي محاطة بالورود المتفتحة. اعترفت لنفسها إنه رحلة قصيرة للمدينة ممكن تكون منعشة. ووقفوا هما الاثنين عند كشك في الشارع عشان يتفرجوا على الكنوز المعروضة، وفي عمق حارة قريبة كان في خيال غامض ومظلم بيراقبهم بنية مش مفهومة. لمعة شريرة ظهرت في عيون الراجل اللي في الظلمة وهو بيتابع كل حركة ليهم. نرجع للقصر. الدوق الكبير قاعد على مكتبه، ويليام بيقدم له تقرير عن أحداث اليوم. الدوق استغرب قوي لما عرف إن الأميرة طلبت حقوق الملكية الشخصية بتاعتها. مال قدام بملامح القلق الحقيقي وهو مستغرب ليه ممكن تحتاج مبلغ معين زي ده فجأة. ليام هز راسه باحترام وهو بيأكد إنه ما عرفش أي تفاصيل زيادة عن خططها. الدوق سند دقنه على إيده وهو قلقان جدا من فكرة مهمتها العاجلة والسرية. نور الشمس، نور اليافطة، الخشب المزخرفة اللي متعلقة فوق مدخل نقابة باسكال التجارية. حشد ضخمة من المواطنين كان متجمع برة المبنى الفخم وعاملين جو من الدوشة والفوضى. البطلة كانت بتبص على مقر النقابة الزحمة وملاحظة إن شغلهم مش بس فلوس، لأ ده بيعملوا كل حاجة. شكلها كده هتتأخر قوي النهاردة على ما ترجع القصر. بونيتا بصت وراها باستغراب لما لقت الأميرة بتحاول تقف في آخر الطابور الطويل اللي بيتحرك ببطء. راحت الخادمة تشداها بسرعة وقالت لها إنهم مش محتاجين يستنوا مع الناس العادية دي. فجأة بيظهر قدامهم حارس ضخم أشقر وعضلاته مفتولة وبيبص لهم بجدية وبيشاور على آخر المبنى وبصوت حاد بيأمرهم يستنوا دورهم زي أي حد. البنتين كانوا مصدومين من طريقة الحارس الوقحة وقلة ذوقه، لكن بونيتا بكل فخر طلعت الختم الملكي والمفتاح، والبطلة كانت مذهولة من اللي بيحصل. عيون الحارس وسعت من الصدمة وهو بيبص على الحاجات القيمة اللي في إيد الخادمة، وفي لحظة طريقته تغيرت 180 درجة وانحنى لهم بكل احترام وعرض يوصلهم بنفسه للمكان السري جوا. البطلة كانت منبهرة إزاي المعاملة اتقلبت فجأة لمعاملة 5 نجوم وكأنهم في فندق فخم. فضلت واقفة مكانها متجمدة ومش مستوعبة الموقف تغير إزاي بالسرعة دي. وبعدها مشوا ورا الحارس ونزلوا على سلالم حجرية ضيقة بتوديهم لأعماق مقر النقابة. المجموعة بتنزل أكتر وأكتر للأدوار السفلية المعتمة في المبنى الحجري الضخم، وبيوصلوا لمكان متحصن جدا واقف عليه كذا حارس مسلح قدام باب حديدي عملاق. صوت صرير الباب الضخم عمل صدى في الممر الحجري وهو بيتفتح ببطء، وبعدين دخلوا من باب مزدوج لقاعة كبيرة ومضيئة مليانة بالنقوش الفنية. الحارس شاور على آلة ضخمة جدا وقالهم إنهم وصلوا لوجهتهم. البطلة وبونيتا بصوا لبعض بحماس وهم بيستعدوا يفتحوا بالخزنة الغامضة دي. المفتاح الثقيل لف القفل بسلاسة وعمل صوت تكة واضحة، والأبواب الضخمة اتفتحت عشان تكشف عن جبل مهول من العملات الذهبية